ورجعنا لكم مرة تانية نكمل كلامنا في الاستاتيكا. احنا الاستاتيكا اتفقنا انها في المنهج 5 ابواب، الباب الاول والثاني استعرضناهم مع بعض بس لسه كلامنا ما انتهاش فيهم. الباب الثالث هنبدأ فيه دلوقتي، اسمه القوى المستوية المتوازية. واضح من اسمه واكيد انتوا سمعتوا الكلام ده انه هيكون كلامنا في الباب الثالث عن قوى متوازية. نعمل فيها ايه؟ نجيب محصلة القوى المتوازية، ندرس العزوم، ندرس التوازن الخاص بالقوى المتوازية. مش هضيع وقت، لكن تعالى نتفق على حتتين صغيرين نبدأ بيهم كلامنا في موضوع القوى المستوية المتوازية، الباب الثالث في الاستاتيكا. انا هفترض معاك ان انا عندي قوتين متوازيتين بالمنظر ده، فاليوم حالتين، عندي احد احتمالين، اما انه القوتين المتوازيتين يكونوا في نفس الاتجاه او يكونوا متضادتان في الاتجاه. يعني من الاخر كده، يا اما بالمنظر ده دول قوتين متوازيتين في نفس الاتجاه، او يكونوا بالمنظر ده قوتين متوازيتين ولكن مش في نفس الاتجاه. صحيح بيوازوا بعض، لكن واحدة تعمل لأسفل اتجاهها الأسفل، والأخرى اتجاهها بيوازي الأولى ولكن لأعلى. أصبح عندي خيارين أو احتمالين بهدوء كده ببساطة. الاحتمال الأول إنه القوتين يكونوا في اتجاه واحد زي ما أنت شايف كده في الرسمة الأولى. القوة الأولى اسمها قاف واحد والقوة الثانية اسمها قاف اتنين. عايز أعين المحصلة بتاعتهم. أعينها يعني إيه؟ يعني أعرف مقدارها واتجاهها ونقطة تأثيرها، أعينها تعيينا تاما. والمحصلة لابد تطلع قوة زي القوتين، فلازم أعرف مقدارها واتجاهها ونقطة تأثيرها، لأني عارف من الأول إن القوة هي متجهة. فهسمي النقطة دي ألف والنقطة دي ب. نقطة تأثير القوة الأولى قاف واحد هي نقطة ألف، ونقطة تأثير القوة الثانية قاف اتنين هي نقطة ب. هناك نفس الكلام، القوة الأولى تعمل رأسيا لأسفل سميها قاف واحد، القوة الثانية تعمل رأسيا لأعلى بتوازيها لكن عكس الاتجاه سميها قاف اتنين، تعمل في نقطة اسمها نقطة ب. وهنفترض جدلا انه البعد بين خطي عمل هاتين القوتين مثلا 30 سنتيمتر. طب اعين ازاي نقطة تأثير المحصلة؟ اولا نتفق انه لما تبقى القوتين في نفس الاتجاه، المحصلة بتاعتهم اكيد بالعقل كده هتكون معاهم في نفس الاتجاه، بتوازيهم وفي نفس اتجاههم. لكن خط عملها هيكون فين؟ بتأثر في نقطة، يا ترى بره هنا ناحية اليمين ولا بره ناحية شمال ولا بينهم؟ لا بينهم، مش في المنتصف بس اكيد بينهم. يبقى اول حاجة اتفقت معاك عليها انه القوتين المتوازيتين لما يكونوا في نفس الاتجاه، المحصلة بتاعتهم تقع بين النقطة ألف ونقطة ب، نقطة تأثير القوة الأولى ونقطة تأثير القوة الثانية، لكن كمان أكيد ليها مقدار. أنا لحد دلوقتي ما جبتش مقدارها، بس أقدر أستنتج حتى من غير ما أنا أقول إنه القوتين لما يكونوا في نفس الاتجاه يبقى أكيد المحصلة بتاعتهم تساوي، مظبوط، مجموعهم. إذا المحصلة ح تساوي قاف واحد زائد قاف اتنين. من الاخر كده، لو القوة الاولى دي مقدارها 5 والثانيه 7، يبقى المحصلة بتاعتهم اكيد 12، لان هما الاثنين موجهين في نفس الاتجاه، هما الاثنين لاسفل او هما الاثنين لاعلى، فبالتالي اصبحت المحصلة معاهم في نفس الاتجاه، يعني بتوازيهم وفي نفس اتجاههم وتساوي مجموعهم. كده انا ما حلتش. ازاي ما حلتش؟ ما حضرتك ما شاء الله اهو، القوة الاولى جمعتها على القوة الثانيه فعرفت المحصلة 5 و7 مثلا يبقوا 12. ايوه، بس ما عينتش المحصلة تعيينا تاما. يعني نعمل ايه يعني عشان نعينها تعيينا تاما اللي انت بتقول عليها دي؟ يعني لازم اعرف مقدارها زي ما قلت من شويه واتجاهها، وده حصل. مقدارها مجموع القوتين المتوازيتين، اتجاهها بيوازيهم وفي نفس اتجاههم يعني الاسفل في الرسمه دي. نقطه تاثيرها انا سميتها نقطه ج. والسر في الموضوع كله يتلخص في جمله واحده هقولها، سواء في الحاله اللي انا شغال فيها او حتى في الحاله اللي بعدها. الجمله بتقول القوه الاولى في البعد بينها وبين المحصله تساوي القوة الثانية في البعد بينها وبين المحصلة. يعني ايه الكلام ده؟ انا اكتبه لك لانه كلام خطير واساسي من غير رغي كتير. القوة الاولى في البعد بينها وبين المحصلة تساوي القوة الثانية في البعد بينها وبين المحصلة. القوة الاولى اسمها قاف واحد، البعد بينها وبين المحصلة اللي اسمه المسافة ألف ج، اللي انا ما اعرفهاش، وعلشان ما اعرفهاش انا افرضها س سنتي، بيساوي القوة الثانية في البعد بينها وبين المحصلة، المسافة بينها وبين المحصلة اللي اسمها ب ج، اللي انا برضو معرفهاش، بس ما يصحش افرضها صاد لانه اللي جنبها اسمها س وهي واللي جنبها مجموعهم 30، يبقى افرض ان الب ج بقيت ال 30 يعني 30 ناقص س علشان ما تكترش عدد المجاهيل. فعلى سبيل المثال لو انا افترضت
عشان احولها الى مساله عمليه ان القوه الاولى دي مقدارها 5 نيوتن، القوه الثانيه على سبيل المثال مقدارها 7 نيوتن، وقلت لك عين المحصله بتاعتهم تعيينا تاما. احنا اتفقنا ان هما الاثنين في نفس الاتجاه، فالمحصله هي كمان تعمل في نفس الاتجاه وفقا للي انت مبينه في الرسم في الاجابه. فبالتالي المحصله اصبحت ق 1 زائد ق 2 تساوي 12، تؤثر في نقطه انا سميتها نقطه ج، بحيث القوه الاولى في البعد بينها وبين المحصله تساوي القوه الثانيه برضه في البعد بينها وبين المحصله. طب يلا ننفذ بقى الكلام ده عمليا. يعني نكتب ايه؟ القوه الاولى مقدارها 5، جميل، في البعد بينها وبين المحصله يعني المسافه اللي انا سميتها س تساوي القوه الثانيه يعني 7، في البعد بينها وبين المحصله يعني 30 ناقص س. كده انا هقدر احصل على السين المجهوله، فبالتالي اقدر اتعرف على نقطه ج تبعد مسافه قد ايه عن ا، بالتالي اقدر احدد هي تبعد مسافه قد ايه عن ب. 5 في س هسيبها 5 س، 7 في 3 وجنبها صفر يبقى 210 ناقص 7 س، هاخد السبعة جنب الخمسة بعكس اشارتها، 5 س و7 س يبقوا 12 س بتساوي 210، وزي ما قلت لكم من شوية قدرت اطلع قيمة السين بتساوي 210 على 12 ده سنتي. يعني نقطة ج نقطة تأثير المحصلة تبعد مسافة 210 على 12 من نقطة أ، وبالتالي هتبعد عن نقطة ب بقية ال 30 سم. ده لو كانت القوتين ق 1 وق 2 تعملان في نفس الاتجاه. بتكلم النهارده عن القوى المستوية المتوازية، وبدأت بكيفية إيجاد المحصلة. طيب امال لو القوتين في اتجاهين متضادين، يعني واحده تحت والثانيه فوق، تبقى المحصله يا ترى وضعها عامل ازاي مقدارا واتجاها، واين تؤثر هذه المحصله؟ مبدئيا كده اكيد قاف واحده فيهم تحت والثانيه فوق، فالمحصله هتبقى ناحيه الكبيره وفي اتجاهها وبره. بره دي حضرتك تقصد بيها ايه؟ يعني انا من شويه لما كنت بتكلم عن قوتين ماشيين في نفس الاتجاه لاسفل او لاعلى بالمنظر ده، فكانت المحصله جوه يعني ايه؟ في المنطقه ما بين الالف والب، المسافه اللي بين خطي عمل هاتين القوتين ايه؟ بينهم، بين ق 1 وق 2. انما لما يكونوا قوتين في اتجاهين متضادين، اولا احدد مين الكبيره. لما احدد مين الكبيره اقدر اكمل زي ما هعمل معاك دلوقتي، اقول لك ان المحصله بره، يعني مش بين الالف والب، بره فين؟ ناحيه الكبيره وفي اتجاهها. وتعالى كده على نظافه اعمل لك قوتين متوازيتين بس المره دي في اتجاهين متضادين، ونشوف ايه حكايه بره ناحيه الكبيره وفي اتجاهها دي، علشان نبدا بقى ناخد شويه امثله على الموضوع المهم جدا اللي في نفس الوقت تافه جدا او سهل جدا. قوتين اهم على سبيل المثال ق 1 وق 2، وهفترض معاك انه ق 1 تؤثر راسيا لاسفل، وانه ق 2 تؤثر راسيا لاعلى، وهفترض برضو انه الق 2 دي هي القوه الكبيره، وهمد الخط ده لبره، وهفترض ان المحصله، وهشرح لك دلوقتي بالتفصيل، هقول لك ان المحصله تبقى ناحيه الكبيره وبره وفي اتجاه الكبيره. تعالى كده نحسبها واحده واحده. حضرتك قلت ان القوه الاولى تؤثر راسيا لاسفل اهي، وهفترض برضو معاك عشان نحولها الى ارقام ان القوه الاولى دي مقدارها 6 نيوتن. القوة الثانية تؤثر رأسيا لأعلى، وبرضه هفترض معاك أن هذه القوة الثانية مقدارها 10 أو معيارها 10 نيوتن، وإنه القوة الأولى بتأثر في نقطة أ، القوة الثانية بتأثر في نقطة ب، وإنه المسافة بين خطي عمل هاتين القوتين تساوي مثلا 20 سنتيمتر. عين المحصلة تعيينا تاما. أصبحت مسألة عين المحصلة تعيينا تاما، يعني إيه؟ يعني عايز الأول أحدد هو القوتين دول متوازيتين في نفس الاتجاه ولا عكس بعض، زي ما أنت شايف كده عكس بعض. إذا المحصلة بتاعتهم اللي اسمها ح بره ناحية الكبيرة وفي اتجاه الكبيرة. تاني بره يعني مش موجودة في المنطقة بين الألف والب. طب يا ترى بره يمين ولا بره شمال؟ والله حسب مين الكبير، الستة ولا العشرة؟ العشرة. خلاص يبقى بره ناحية العشرة. حلو. طب ناحية العشرة لأسفل ولا الأعلى؟ لا، في اتجاه العشرة. يبقى بره مش بين خطي عمل القوتين زي المرة اللي فاتت، بره ناحية الكبيرة اهو، ناحية الكبيرة وفي اتجاه الكبيرة، تؤثر توازي كل من القوتين ق 1 وق 2، وتؤثر في نقطة انا سميتها نقطة ج، عايز احدد بعدها قد ايه عن ب، وبالتالي اقدر احدد بعدها عن خط عمل القوة الاولى او عن نقطة أ. السؤال بقى، المرة اللي فاتت بسرعة، المرة اللي فاتت لما كانوا القوتين في نفس الاتجاه قلت المحصلة مجموعهم، امال المرة دي لما يكون القوتين عكس بعض تبقى المحصلة ايه؟ اكيد الفرق بينهم. الموضوع ده بيفكرني قبل ما ارجع اتكلم كلام رسمي بانه مثلا ناس بيشدوا ناحيه اليمين وناس
ضدهم بيشدوا ناحيه الشمال. اللي ناحيه اليمين قوه مقدارها 15 وناحيه الشمال قوه مقدارها 10، تبقى المحصله بتاعتهم اكيد ناحيه الكبير وفي اتجاه الكبير وبيساوي الفرق بينهم 15 يمين و10 شمال. اذا المحصله 5 ناحيه ال 15. حلو قوي، لانه في 10 شمال راحوا مع 10 زيهم، فاللي تبقى 5 ناحيه القوه الكبيره. الكلام ده طبعا يختلف عن اللي انا بقوله، بس هي ليه؟ ازاي بقى يختلف وهي؟ ما انا بقول لك اهو، المحصله بتاعت القوتين المتوازيتين واحده لاعلى مقدارها 10 والثانيه لاسفل مقدارها 6، اذا المحصله مقدارها بيساوي الكبيره ناقص الصغير، يعني 10 ناقص 6. ما اخدش الدرجه؟ لا ما اخدش الدرجه. ليه؟ ما حضرتك جبت المحصله ولا ما جبتش المحصله؟ انا عينت بس مقدار المحصله، انا عايز مقدارها واتجاهها ونقطه تاثيرها. مقدارها 4، اتجاهها زي ما انت شايف وفقا للرسم اللي انا كطالب هعمله في الاجابه. هو لازم ارسمها؟ يفضل طبعا. ثم فاضل نقطه تاثير خط عمل هذه المحصله، والقاعده هي انا ما برجعش في كلامي. القوة الأولى في البعد بينها وبين المحصلة تساوي القوة الثانية في البعد بينها وبين المحصلة. بس حضرتك قلت الكلام ده فيما يتعلق بالجزء الأول، لا فيما يتعلق بأي جزء سواء في اتجاه واحد أو اتجاهين متضادين. يلا ننفذ بقى هذا الكلام. القوة الأولى اسمها ق واحد ومعيارها 6، في البعد بينها وبين المحصلة المسافة من أ لج، اللي أنا معرفهاش كلها بس أعرف إنها جزئين، جزء منهم 20 سم والجزء الثاني علشان أنا معرفوش هفرضه س سم إلى أن نحصل عليه. إذا القاعدة مش هغيرها، القوة الأولى يعني 6 في البعد بينها وبين المحصلة يعني 20 زائد س تساوي القوة الثانية يعني 10 برضو في البعد بينها وبين المحصلة يعني 10 س، والباقي كلنا عارفينه ونضربه ونطلع قيمة السين، فبالتالي يبقى حددنا نقطة تأثير خط عمل المحصلة تبعد مسافة قد إيه عن نقطة ب، وبالتالي تبعد مسافة قد إيه عن نقطة أ. الستة اتضربت في الأولى كمان اتضربت في الثانية، 6 في 20 ب 120 زائد 6 س، كلام فاضي بقى، بيساوي 10 س، ودي الستة الناحية الثانية، اتفضل 120 بيساوي 10 س ناقص 6 س ب 4 س، تقدر تختصر الأربعة راحت، يتفضل س ب 30. أيا كان ده مش موضوعي، المهم إن أنا حددت نقطة تأثير خط عمل محصلة على مسافة س طلعت بكذا، طلعت ب 120 على 4 أو طلعت ب 30 عن نقطة ب، بالتالي المحصلة تبعد عن خط عمل القوة ق واحد اللي مقدارها 6 التي تؤثر في نقطة أ مسافة قدرها 50 سنتيمتر. ده لو عايز أتعرف على كيفية إيجاد محصلة قوتين. في الامتحان المسألة دي بتيجي إزاي؟ شفناها كتير في امتحانات ثانوية عامة، ومن ضمن المسائل اللي شفناها في الامتحانات قبل كده المسألة اللي قدامنا، المثال اللي بيقول قوتان مقدارهما 8 وقاف، واحنا هنعتمد في الحل عليه على الكلمتين اللي انت قلتهم. القوة الأولى في البعد بينها وبين المحصلة تساوي القوة الثانية في البعد بينها وبين المحصلة، لو كانت القوتين في نفس الاتجاه فالمحصلة بينهم في نفس الاتجاه بتوازيه وتساوي مجموعهم. قوتين عكس بعض، واحدة تحت والثانية فوق، يبقى المحصلة ناحية الكبيرة بره وفي اتجاه الكبيرة، وأطبق نفس القاعدة، قوة في البعد بيساوي القوة الثانية في البعد بينها وبين المحصلة. نقرأ الأول المسألة. قوتين مقدارهم 8 وقاف، الأولى 8 والثانية قاف، مالهم؟ متوازيتان، جميل، والمحصلة بتاعتهم مقدارها 2 نيوتن. لاحظ حاجة وانت بتقرأ المسألة مش مجرد قراية، لما واحدة فيهم 8 والثانية لسه هيطلبها مني قاف مجهولة والمحصلة ب2، هل يجوز يكون القوتين دول مع بعض في نفس الاتجاه؟ مستحيل. طبعا مستحيل، ده واحدة 8 الثانية لسه هنجيبها والقوة معيارها دائما موجب، لما المحصلة بتاعتهم ب2 واحدة 8 ما ينفعش يكونوا في نفس الاتجاه، لان هم لما يكونوا في نفس الاتجاه واحدة 8 الثانية هتضاف على ال8 تطلع المحصلة اكبر من ال8، ما ينفعش تكون المحصلة ب2. طب نكمل بس قرايه وبعد كده نشوف هنعمل ايه، وانا محتاج ارسمها طبعا. وخط عمل هذه المحصلة يبعد عن خط عمل القوة الأولى مسافة 30، هنشوفها في الرسم هتبان. بين أن قاف لها قيمتان، اثبت أن قاف ليها قيمة واحدة لا قيمتين، واوجد البعد بين خطي عمل القوتين في الحالتين. حالتين اللي هم ايه؟ ما انت يبقى عندك قيمتين للقاف. نفكر الاول. والله انا لو هفكر كده تفكير منطقي بعيد عن الاستاتيكا والباب الثالث والقوى المتوازيه، هكلمك كده بعقل بمنطق. واحده 8 والثانيه قاف، الله اعلم يمكن القاف دي اكبر من ال8 ويمكن اصغر من ال8، يعني يجوز تكون القاف دي ب10، احنا بندردش لسه هنرسم ونحل، يجوز تكون القاف دي ب10 بس عكس ال8 في الاتجاه، فتبقى المحصله بتاعتهم 10 ناقص 8 تديني 2. ويجوز تكون الثانيه المجهوله اللي اسمها قاف دي ب6 عكس ال8، واحده الاسفل والثانيه الاعلى، فواحده 8 اوريدي موجوده والثانيه 6 وارد يا سيدي تكون ب6، فيطلع الفرق بينهم برضو 2، تبقى المحصله 2. فاذا انا عندي فعلا احتمالين، خيارين، اما ان القاف اكبر من ال8 بمقدار 2 او القاف اصغر من ال8 بمقدار 2. وبالمناسبه بقى هو ده اللي انا هعمله في الحل،
بالبساطه دي بالبساطه دي، واحده واحده بس اهو. انا حضرتك هفرض في الحاله الاولى انه القوه 8 هي القوه الكبيره، فبالتالي ال8 والقاف هيكونوا بالمنظر ده، اهي 8 واهي قاف، دي الحاله الاولى. وما دام ال8 تحت والقاف فوق وهفرض ان ال8 هي الكبيره، تبقى المحصله ناحيه الكبيره وفي اتجاه الكبيره وبره. طب ممكن حضرتك تفهمني اصلا انت ما عملتهمش في اتجاه واحد ليه؟ الراجل ما حددش وما قالش ان هم في اتجاهين متضادين. لا ازاي؟ ما المحصله بتاعتهم اصغر من احد القوتين، ما ينفعش يكونوا في نفس الاتجاه. المهم في حاله ثانيه وارد انها تكون موجوده عندي، انه ال8 ما تبقاش الكبيره، تبقى الصغيره. بس نخلص من دي الاول. بما ان ال8 هي الكبيره، فتبقى المحصله بره ناحيه الكبيره وفي اتجاه الكبيره بالمنظر ده. وبالمره اكتب عليها، اكتب هنا 8 والمحصله بره ناحيه ال8 اهي، والثانيه الصغيره اللي بتقل عن ال8 بمقدار، هنشوف دلوقتي القوه قاف. دي الحاله الاولى. وحضرتك هتعمل حاله ثانيه اكيد، لاني فكرت انا وانت واستنتجت كده بمجرد النظر انه في حالتين. طب خش على طول على الحاله الثانيه نكسب وقت اهي. بس الحاله الثانيه بقى فيها ال8 ايه؟ صغيره. حلو، ما يفرقش. 8 صغيره تبقى القاف هي الكبيره، وما دام الحكايه كده بقى قاف هي الكبيره، تبقى المحصله ناحيه الكبيره وفي اتجاه الكبيره وبره. خلاص بالبساطه دي. ايوه يا سيدي، ما انا بحلها معاك اهو. اكتب بقى الحركات دي اهي، ال8 والقاف، بس المره دي هفترض في الحاله الثانيه انه القاف هي القوه الكبرى. حتى الراجل فاهم، هو كاتب المساله فاهم، بيقول لي بين ان هناك قيمتان. انت كده بينت انه في احتمالين، حالتين، قيمتين. دي الحاء في الحاله الثانيه. جميل قوي. تعال بقى نكمل بقيه البيانات بتاعت المساله نطلع الاجابه. هو قال لي المحصله بتاعتهم مقدارها 2، في الحالتين المحصله ب2، في الحاله دي المحصله ب2، في الحاله الثانيه كمان المحصله ب2. بس الفرق بقى انه في الحاله الاولى المحصله ناحيه ال8 بره في اتجاهها، يعني المحصله تساوي الفرق بين 8 وقاف، فانا اكتب له كده 8 ناقص قاف بتساوي 2، وبالتالي القاف بتساوي 6. جميل قوي. احنا لما جينا نفكر قبل ما نبدا الحل فكرنا بالطريقه دي حتى من غير منهج ولا حاجه. اكيد لما ال8 هي الكبيره تبقى الثانيه 6. طب في الناحيه الثانيه قبل ما اكمل قرايه، هفرض ان القوه 8 تؤثر في نقطه الف، القوه اللي اقل منها او اللي اسمها ق تؤثر في نقطه ب، وان المحصله تؤثر في نقطه اسمها ج. قوه 8 في الف، القوه الثانيه في ب، والمحصله تؤثر في نقطه ج. طب في الحاله الثانيه دي المحصله ناحيه القاف، على فرض ان القاف هي الكبيره، فنقول له ق ناقص 8 بتساوي المحصله اللي هي ب2، اذا القاف بتساوي 2 و8 10. الكلام اللي احنا اتفقنا عليه واحنا بندردش. مساله ما خلصتش، لا لسه. قال لي باين ان هناك قيمتان، اهلا وسهلا. القيمه الاولى ب6 والثانيه ب10، واوجد البعد بين خطي عمل القوتين في الحالتين. طب وانا اجيب الكلام ده منين؟ البعد بين خطي عمل القوتين يعني المسافه اللي اسمها ا ب، في الحاله الاولى بكام وفي الحاله الثانيه البعد بين خطي عمل القوتين. بس انت ناسي وانت عمال تقول اجيب منين، اعمل الكلام ده ازاي، ناسي ان في معطى لسه لم تتم الاستفاده منه. انت لسه ما لعبتش بالمعطى المهم اللي بيقول انه خط عملها اللي هي ايه دي، الهيئه دي تعود على ايه؟ بص، محصلاتها مقدارها 2، المحصله بتاعت القوتين 8 وق مقدارها 2، خط عمل هذه المحصله يبعد عن خط عمل القوه الاولى مسافه 30. خلصت. يعني المحصله بتبعد عن الاولى، الاولى دي اللي هي ايه بقى؟ اللي هي قريبه منها ولا البعيد عنها؟ لا ماليش دعوه بالقرب والبعد، الاولى في القرايه. يعني هو في المساله قال لي ايه؟ قوتين كذا وكذا، تبقى الاولى 8، لا قريبه ولا بعيده. المهم اخر حاجه عشان ابقى خلصت المساله، فالمحصله تبعد عن خط عمل القوه الثمانيه الاولى اللي هي 8 مسافه 30. خش على الحاله الاولى، المحصله بتبعد عن خط عمل القوه 8 مسافه 30. مستر بس احنا مش عايزين ال30، ده الراجل عايز البعد بين خطي عمل القوتين، عايز المسافه اللي جنبها. يا سيدي افرضها س، يعني لما افرضها س هتطلع لان القاعده بتقول القوه الاولى في البعد بينها وبين المحصله تساوي القوه الثانيه في البعد بينها وبين المحصله، اللي انت قلتها وانت ايوه اللي انا قلتها من شويه. فننفذ بقى الكلمتين دول في الحاله الاولى. خلصت خلاص. القوه الاولى في البعد بينها وبين المحصله، فين القوه الاولى؟ 8 في البعد بينها وبين المحصله يعني 30 اللي هو مديها لي، بيساوي القوه الثانيه، مش حافظ حاجه اهو، القوه الثانيه يعني ق في البعد بينها وبين المحصله، المسافه اللي انا بشاور عليها اللي اسمها ب ج اللي تساوي 30 زائد س. جميل قوي. القوه الثانيه خلاص انا عرفتها وطلعت ب6.
فهكتب الاول 30 زائد س، وبعد شويه هلغي القاف بما اني عرفتها وطلعتها ب 6. اصبح عندي في الطرف الايمن 8 في 30 وفي الطرف الايسر 6 في 30 زائد س. ممكن الغي الستة مع ال 30 يتفضل 5. ظهر عندي في الايمن 5 في 8 يعني 40 بتساوي 30 زائد س، وادي 30 جنب ال 40 بعكس اشارتها يتفضل 10. اذا الس تساوي 10. ده المطلوب. ايه ده معقوله؟ هو عايز البعد بين خطي عمل القوتين، البعد اللي هو اسمه س، المسافه اللي اسمها ا ب طلعت بعد. طب في الحاله الثانيه بسرعه بقى، نفس الكلمتين دول، القوه الاولى في البعد بينها وبين المحصله تساوي القوه الثانيه في البعد بينها وبين المحصله. وما تنساش انه قال لي ان هذه المحصله تبعد مسافه 30 سم عن القوه 8 القوه الاولى. فين المحصله؟ اهي. فين القوه الاولى؟ 8 اهي حسب القرايه. تبعد عنها مسافه 30، يعني الالف ج دي كلها ب 30. ايه ده؟ ده انا كنت هقول له المسافه بين خط عمل القوتين ب 10 وفي الحاله الثانيه زيها. لا، زيها ازاي؟ ما انت شايف اهو، المسافه بين خط عمل المحصله والقوه الاولى اللي هي معيارها 8 في الرسمه الاولى الحته الصغيره اللي اسمها ا ج. انما البعد بين خط عمل المحصله، عشان انت فاهم فبتعمل كده، بين خط عمل المحصله والقوه 8 المسافه الكبيره اللي اسمها برضو ا ج، بس عباره عن مجموع حاجتين، المسافه اللي انا بدور عليها زائد المسافه اللي اسمها ب ج. وتعالى نحسبها كده واحده واحده. القاعده انا ما بغيرهاش، القوه الاولى في البعد بينها وبين المحصله تساوي القوه الثانيه في البعد بينها وبين المحصله. طيب نفذ على طول. القوه الاولى كام؟ 8. البعد بينها وبين المحصله كام؟ 30. خلصت خلاص. 8 في البعد بينها وبين المحصله 30 بيساوي القوه الثانيه ما كناش عارفينها بس جبناها وطلعت ب 10 اهي 10 في البعد بينها وبين المحصله اللي انا ما اعرفوش ولذلك هفرضه س. اذا 8 في 30 بيساوي 10 في س. القوه الاولى في البعد بشاور اهو في البعد بينها وبين المحصله تساوي القوه الثانيه برضه في البعد بينها وبين المحصله، ولذلك انا فرضته س. واللي حابب منكم يفرض الالف ب هي اللي اسمها س يبقى اللي جنبها ب ج 30 ناقص س، اهلا وسهلا ما يجراش حاجه. المهم ال10 راحت مع ال30 فضل 3. اذا السين اللي احنا فرضينها تساوي 3 في 8 ب 24. طب انا لما جبت السين طلعت ب 24 ابقى عرفت اللي هو عايزه؟ لا، هطرح ال 30 ناقص 24 يديني المسافه الصغيره اللي اسمها ا ب طلعت ب 6 سم. هو ده البعد بين خطي عمل القوتين في الحاله الثانيه. في الحاله الثانيه اللي فيها ق اكبر من ال8 طلع المسافه بين خطي عمل القوتين يعني ا ب ب 6 سم، بينما في الحاله الاولى ا ب طلعت ب 10 سم. وعلى طول نكسب وقت ونفتح يا ريت كتاب الوزاره في مساله يعني بعض الناس بتتكلم عن انها مساله غريبه شويه او مش مفهومه، وموجوده عندك في كتاب الوزاره. هي سهله جدا هحلها معاك دلوقتي. تمارين 4-1 رقم 6. وتعالى كده نقرا ايه المساله دي ونشوف بتقول ايه. موجوده في كتاب الوزاره تمارين 4-1 رقم 6. قدامك اهي قوتان متوازيتان وفي اتجاه واحد. واحده واحده هنفهمها. متوازيتان وفي اتجاه واحد مقدارهما ق و2 ق. لطيف، هما متوازيين حلو وفي اتجاه واحد، يعني القاعده بتقول ان المحصله بتاعتهم مجموعهم وتقع بين خطي عمل القوتين بحيث الاولى في البعد بينها وبين المحصله بيساوي الثانيه في البعد. بس هنشوف دي مختلفه عن المسائل العاديه اللي شفناها في الامتحانات قبل كده في ايه. تؤثران في نقطتين ا وب على الترتيب، فاذا تحركت واحده فيهم مشيت هي مش بتمشي زينا كده، بس انا نقلت نقطه تاثير القوه فكأن القوه اتحركت. وانا لما هبص على نقطه كده في اي حته احداثياتها 3 و4 وبعدين انقل نظري على نقطه ثانيه احداثياتها 5 و10 كأن النقطه اتحركت بالنسبه لي، لان انا بقيت باصص في نقطه ثانيه، فالنقطه اللي فاتت اللي كنت حاطط عيني عليها كانها تحركت. الكلام ده احنا شفناه في التفاضل او هنشوفه بالتفصيل في التفاضل، بس خلينا في مسالتنا. فاذا تحركت القوه ق اتنقل موقع القوه ق نقطه تاثير هذه القوه بحيث تظل موازيه لنفسها. جميل قوي، هنعرف يعني ايه الكلام ده لما نرسم دلوقتي. مشيت قد ايه تظل موازيه لنفسها حضرتك؟ مسافه قدرها س على الشعاع ب ا، مش اي حركه موازيه لنفسها يمين ولا شمال على مزاجي انا، لا لازم التزم بالكلام ده. فاثبت يا سيدي ان محصله القوتين هي كمان تتحرك مسافه قدرها ثلث س في نفس الاتجاه. مساله تحفه، وتعالى نشوف كده هي حلها ان انا ارسمها رسمه شيك. نقرا كده واحده واحده وانا بقرا هرسم لك رسمه توضح لك الكلمتين دول. تعالى، دول قوتين متوازيتين في اتجاه واحد، على طول ارسم قوتين متوازيتين كده واحده واحده وفي نفس الاتجاه. خلاص انت بقيت محترف. وتعالى كده نكبر دي تبقى واضحه اكتر. جميل قوي كده. مالهم بقى القوتين المتوازيتين؟ واحده يا سيدي اسمها ق والثانيه اسمها 2 ق. ماشي لحد دلوقتي كلام عادي وبسيط.
وانا هقول لك لحد الاخر كمان هيفضل عادي وبسيط. اكتب على الاولى قاف، واكتب على الثانيه 2 قاف، وانا احب وانا بعمل الحركات دي احدد المحصله بتاعتهم في اي حته كده مؤقتا لحد ما نشوف هيحصل ايه. والمحصله برضو بتوازيهم وتعمل في نفس الاتجاه اهو، انا ماشي معاك ببساطه، وتساوي اكيد 3 قاف حتى لو مش هتلزمني، بس يلا اهي المحصله 3 قاف. جميل قوي. حصل ايه بقى حضرتك؟ استنى بس قبل ما تستعجل، وحصل ايه؟ هو بيقول لي قاف و2 قاف بيأثروا فين؟ في الف وب. كمل جميلك بقى، قاف تؤثر في نقطه الف، والاثنين قاف تؤثر في نقطه ب. والمحصله انا ما اعرفش بتأثر فين، فهسمي نقطه تأثير خط عمل المحصله نقطه ولتكن نقطه ج. حلو لحد كده الكلام لطيف جدا، واللي جاي بقى نشوف. فاذا تحركت قاف اهي اتحركت مشيت فين ان شاء الله؟ بحيث تظل موازيه لنفسها مسافه قدرها س. يعني هتتحرك، ممكن تتحرك موازيه لنفسها ناحيه اليمين، وممكن تتحرك زي ما هي كده نفس المنظر بس ناحيه الشمال، بتوازي نفسها يا اما يمين يا اما شمال كده، روح يمين او شمال. الراجل بقى ما سابنيش اقول له كده يا ترى يمين يا ترى شمال يا ترى هنعمل ايه، لا قال لك اهو تتحرك مسافه قدرها س على الشعاع به الف. شكرا، متشكرين جدا للمساله اهي، تتحرك على الشعاع به الف. اتحركت المسافه دي مسافه قدرها كام؟ س. تعالى كده نعملها بالمسطره يبقى شكلها شيك اهي بسرعه برضو. هات المسطره، واتحركت مسافه قدرها س. المهم بقى الجميل في المساله اللي هتفرق بين واحد حافظ وواحد فاهم، اهي المسافه س، فالقوه اتنقلت من هنا بقت هنا. والله كلام لحد دلوقتي جميل اهو. اتغيرت؟ لا فضلت زي ما هي، فضلت قاف. طب انت تتوقع حتى قبل ما اكمل قرايه بقيه المساله وشوف ايه المطلوب، لما القوه دي تروح يمين مسافه س، المحصله هتفضل زي ما هي؟ يعني القوه دي ما بقتش عند الف، لا بقت عند نقطه جديده، ولتكن النقطه الجديده دي انا ممكن اسميها مثلا نقطه د. يا ترى لما القوه دي بقت هنا عند د، والقوه القديمه اللي هي 2 ق ما زالت في نفس موضعها الاصلي عند نقطه ب، المحصله هتفضل هنا عند نقطه ج ولا هي كمان هتروح شويه؟ هتروح شويه، اكيد مش هتفضل يعني زي ما هي. تخيل بقى السؤال ايه، بيقول لك يثبت حضرتك ان المحصله هي كمان تتحرك مسافه تلت س. فانا هتخيل معاك ان المحصله راحت، بما ان القاف راحت يمين فالمحصله هتروح يمين شويه قد ايه الله اعلم، بس هنعرف وهنثبت دلوقتي اهو. فافترضت مع حضراتكم ان المحصله اتنقلت يمين شويه دول هموت واعرفهم بقى، المحصله بقت هنا هي 3 ق. فهسمي النقطه الجديده اللي راحت لها المحصله بمزاجي على مزاجي اسميها نقطه هي. ونفسي اثبت بقى ان الحته اللي اتحركتها المحصله، المسافه اللي اتحركها خط عمل هذه المحصله، المسافه اللي اسمها ج هي دي، نفسي اثبت انها تلت س، حيث س دي ايه؟ المسافه اللي اتحركتها القوه اللي اسمها ق لما اتنقلت من نقطه ا الى نقطه د. انا مش هالف ولا هعمل حاجات جديده، هي نفس الكلام. القوه الاولى في البعد بينها وبين المحصله برضه بيساوي القوه الثانيه في البعد بينها وبين المحصله، بس انا قدامي دلوقتي مسالتين، صحيح رسمه واحده. وقبل ما اكمل المساله دي في كتاب الوزاره زي ما قلت لك في تمارين 4-1 رقم 6. المهم فانا قدامي مسالتين، الحمراء والزرقاء. ايوه الحمراء الاصليه قبل اللعب، قبل ما القاف تتحرك وبالتالي المحصله تتحرك تبعا لها. في الحاله الاولى ق و2 ق مجموعهم المحصله 3 ق، الكلام ده لا يعنيني قوي. اللي يعنيني بقى ان القوه الاولى في البعد بينها وبين المحصله، يا ترى حضرتك تقصد انهي محصله؟ المحصله الزرقاء ولا الحمراء؟ ماليش دعوه بالزرقاء، انا بتكلم في الوضع الاصلي قبل ما قوه ق تنتقل والمحصله تنتقل معاه. في الوضع الاحمر الاصلي الرسمه ق 2 ق المحصله بتاعتهم برضو حمراء، اقول له ق في البعد بينها وبين المحصله تساوي القوه الثانيه 2 ق في البعد بينها وبين المحصله. عايز اكتب الكلمتين دول، ق اهي في البعد بينها وبين المحصله اللي اسمه ايه؟ اسمه ا ج، تساوي الناحيه الثانيه القوه الثانيه يعني 2 ق برضو في البعد بينها وبين المحصله بتاعتها، مش اي محصله، انا ما اتلخبطش لو فاهم. القوه بينها البعد بينها وبين المحصله اللي اسمه ب ج. فبالتالي القاف اللي في الايمن راحت مع القاف اللي في الايسر، واتضح عندي انه الالف ج تساوي 2 ب ج، وهسيبها شويه اذا ما نفعتش مش هتخسر، ولو انها هتنفع جدا دي اللي هتخلص في الاخر. اصبح عندي علاقه بتقول انه الالف ج ده ضعف الب ج. انقل بقى على الوضع الجديد، هو في وضع جديد؟ القوه الحمراء اللي اسمها ق راحت يمين مسافه س، وانا قربت اخلص بالمناسبه. القوة الحمراء اللي اسمها ق راحت اتحركت مسافة س ناحية اليمين وفقا لكلام واللي انا مضطر التزم بيه. بقت لونها ايه بعد ما انتقلت مسافة س؟ بقت زرقاء.
وظلت القوة الأخرى 2 ق في نفس مكانها تؤثر في نفس النقطة ب، بينما المحصلة اتحركت شوية وعايز أدخل بقى المسافة اللي اتحركتها دي في جملة مفيدة. تعال نشوف إيه حكاية جملة مفيدة دي. لكن الوضع الجديد أنا مش شايف فيه ق دي خالص، مش شايفها اللي أنا بشاور عليها دي، ولا شايف الحاء اللي هي الحمراء 3 ق، دول ما بقوش موجودين. اللي موجود ايه؟ القوة دي ق، القوة اللي هناك 2 ق، والمحصلة الزرقاء بتاعتهم في وضعها الجديد. نفس الكلمتين، القوة الأولى في البعد بينها وبين المحصلة تساوي القوة الثانية اللي احنا زهقنا منها وقتلت بحثا. يلا نجرب ما نشوف هتودينا لفين. القوة الأولى ق في البعد بينها وبين المحصلة الجديدة، المسافة كلها اسمها ايه؟ اسمها د ه. وانت لو طالب محترف، واكيد كلكم محترفين طلبة علم رياضة، فبدل ما تكتب القوة الأولى في البعد اسمه د ه، ما تيجي نكسب وقت. ليه أقول عليه د ه؟ ما نقول س زائد أ ه. إيه ده؟ طب وحضرتك ليه بتفكر كده؟ ما تعلمني طب أنا كمان أفكر. ما هو أنا بفكر معاك أهو. يعني أنا هستفيد إيه بد ه؟ هترد أنت بسرعة تقول لي يعني هو حضرتك هتستفيد إيه بس وأ ه؟ لا، س دخلتها في جملة مفيدة على اعتبار إن عايز أثبت إنه المسافة اللي اسمها ه ج بتلت س، فأنا عايز الس تظهر عندي في العلاقة. نفسي تظهر عندي. ويا رب اللي هي ج كمان تظهر عندي يعني. ولذلك انا عايز استاذنكم في حاجه، لسه ما كملتش طبعا، لسه قلت ق في البعد بينها وبين المحصله، فسميت البعد ده اللي هي ده س زائد ا س زائد ا ه، وقلت لك ليه. بس انا نفسي حد دلوقتي يقاطعني منكم يعني وانت بتتفرج كده تقول لي طب ما تيجي نعمل حركه ذكيه ونشيل ا ه بتاعتك دي ونحط مكانها ا ج ناقص ج ه. انا احترمك جدا في التفكير ده، ولو اني مش هعمل كده هعمل كده الحركه اللي جايه، الخطوه اللي جايه. لكن لو انت اذكى مني ممكن تعمل كده فعلا. في ناس كتير ممكن تقول لي كده، ما تيجي نشيل ا ه من دلوقتي وناخدها كده من قصيرها، نشيل ا ه بس قول لي ليه، واحط مكانها ا ج ناقص ج ه. ا ج حلوه ليها سكه عندي. بص انا بشاور على ايه؟ ا ج دي ليها سكه. انت ناوي تستفيد ما انا جايبها كده اونطه، ما انا جايبها عشان في وقت ما استفيد منها لما هتزنق. طب الالف ج حلوه، لكن ايه حكايه ه ج؟ ه ج ده هي دي اللي عليها العين. ما انا مستر حاولت احفظ المساله، مش هينفع احفظ مسائل دي استاتيك، احفظ ايه ولا ايه؟ انما انا بتعلم ازاي اتعامل، علشان زي ما هتعامل مع دي اقدر اتعامل مع غيرها. عندي ايه الحاجه الوحشه اللي ممكن اتخلص منها، انزل بايه انا محتاجه. لا نكمل وبعدين اقول لكم الكلمتين المهمين دول. المهم يا سيدي، انا نقلت على الوضع الجديد بعد ما القاف انتقلت مسافه س، فاصبح عندي زي ما حضراتكم شايفين القوه ق في البعد بينها وبين المحصله في وضعها الجديد اللي ممكن طلبه يكتبوه د ه على راسي. بس بعد الد ه هتقعد تقول يا ترى هعمل ايه بالد ه؟ مش دي اللي انا عايزها، وما دخلتش س في اي علاقه، ولا ه ج دخلت. فتفكر، مش تقول له بقى صعبه ومش من منهج والكلام لا، تتصرف. تصرف. اعمل ايه؟ زي ما انا بتصرف كده، اشيل له د ه واحط مكانها ايه؟ س. عايزها انا س دي زائد ا ه. وان شاء الله جوايا عندي نيه صادقه، لانه بعد شويه اشيل ا ه ارميها في الزباله، ا ه ارميها في الزباله ما تلزمنيش، واحط مكانها ا ج ناقص ه ج. عندك حق، ا ج حلوه ليها سك، والهي ج هي الكلام كله اللي عليها العين. يلا الناحيه الثانيه. انا كده خلصت بالكلمتين دول، انا اعتبرت نفسي خلصت. كمل انت بقى. القوة الأولى في البعد بينها وبين المحصلة كتر خيرك بيساوي القوة الثانية اللي اسمها إيه؟ 2 ق. جميل والله. في البعد بينها وبين المحصلة، بس مش أي محصلة كده حمراء ولا لا، المحصلة في الوضع الجديد اللي بقت زرقاء. البعد بينها وبين المحصلة في الوضع الجديد اسمه إيه بقى البعد ده؟ اسمه ب ه. لو أنت برضو محترف، وأنا متأكد إن كلكم محترفين، بدل ما تكتبها ب ه ما تيجي نعمل حركة. هو صح طبعا القوة الثانية 2 ق في البعد بينها وبين المحصلة يعني ب ه، أنا موافق. بس ما تيجي نعمل حاجه جديده، بدل ب ه ما انا ممكن اكتب ب ج زائد ه ج. حقي ب ج زائد ه ج. ما هو انا عارف انه حقك حضرتك طبعا، ما قلناش حاجه، بس انا عايز اتعلم ازاي انا اعمل كده. انا شايف البعد ب ه، ايه اللي يخليني انا افكر الحركه دي؟ اقول لك ايه اللي يخليك تفكر. اولا الب ج دي ليها سكه، يعني ممكن نتصرف، ممكن نتصرف فيها هي والالف ج يعملوا مع بعض حركه هنشوفها. مش بس كده، لا، الاخطر بقى اللي خلاني افكر اني افصص الب ه واكتبها ب ج زائد ه ج، ان انا عايز ادخل ه ج اللي نفسي اثبت انها تلت س في اي علاقه في اي جمله مفيده. بس مش شغال كده بكتب وخلاص وفي الاخر اقول له المساله صعب. لا، انا بكتب وفقا لتصور انا عايز اوصل له، مش اي كلام بيتكتب، مش اي رص يعني تحت بعض. يلا والنبي نخلص المساله دي كده بالراحه، مع ان انا اعتبرت نفسي خلصت. قلنا القاف اللي في الطرف الايمن بالسلامه مع واحده من الاثنين قاف اللي في الطرف الايسر. قاف الايمن راحت مع قاف الايسر. حلو. ماذا تبقى لدينا؟ بص بقى المفاجاه السعيده. س خليها لطيفه، س زائد ا ه. قلنا الالف ه دي مش حلو،
لا هي س ولا هي ج ولا الحاجات اللي انا عايز اثبتها، لكن ممكن اتصرف زي ما اتفقت معاكم من شويه في الالف ه، حط مكانها ايه؟ الف ج اهو، س دي زائد الف ه. جميل. الالف ه دي بصيت عليها في الرسم، عشان كده قلت لك الرسم اساس في الحل. فالالف ه الوحشه دي ممكن احط مكانها ايه؟ الف ج ناقص ه ج. حلو اهو، الف ج ناقص ه ج. شكرا. الناحيه الثانيه بقى في ايه؟ في الحركه اللي عملناها، فضل اتنين، ما انساش الاتنين اللي فضلت بعد ما طيرت القاف، وتبقى ب ج زائد ه ج. وتعالى لي بقى ب ج زائد ه ج. الاتنين تخش على الاولى وكمان تخش على الثانيه. فضل ايه بقى؟ ونفسي ما اغيرش الصفحه دي علشان تفضل قدامنا كده الحركات دي كلها. يا س زائد الف ج ناقص ه ج اهي، ده الخطوه الاخيره في الحل، بيساوي 2 ب ج زائد 2 ه ج. الله. تعالى لي بقى، ظهر في الطرف الايمن الف ج، حلو خير وبركه، وظهر في الطرف الايسر 2 ب ج، حلو خير وبركه. حلو ليه وخير وبركه؟ حضرتك شكلك كده مبسوط. مبسوط ليه؟ هقول لحضرتك ليه مبسوط. برافو عليك، اديك انت كمان بقيت مبسوط. ليه؟ لانك بصيت فوق لقيت المعطى الاولاني او الحركه اللي انا وصلت لها لما قلت له انه القوه الاولى في البعد بينها وبين المحصله بيساوي القوه الثانيه في البعد في الحاله الاولى اللي كان لونها احمر، استنتجت منها ان الالف ج ب 2 ب ج. الف ج ب 2 ب ج، يعني الالف ج اللي في الطرف الايمن دي تساوي 2 ب ج اللي في الطرف الايسر، راحوا مع بعض، ما هما الاثنين متساويين، واحده راحت الناحيه الثانيه بعكس اشارتها، طاروا مع بعض. حلو. الاحلى بقى اللي جاي ده، الاحلى اني خلصت. فضل عندي في الايمن س وفي الايسر 2 ه ج، وفي الايمن كمان فضل ناقص ه ج. الله. يعني الناقص ه ج اللي في الايمن دي ممكن اخدها كده على بعضها، اوديها بعكس اشارتها في الطرف الايسر، ابقى خلصت. والله العظيم ما هو قدامك اهو. اذا السين اللي انت كنت بتتكلم عليها اهي، اكتبها لك في الحته دي بقى عشان ما نغيرش الصفحه. س بتساوي 2 ه ج زائد 1 ه ج، يبقوا كام ه ج؟ 3 ه ج. السؤال بقى، هو انت كنت عايز ايه؟ ايه ده؟ تصدق انا نسيت؟ لا ما نسيتش، ده انا عامل كل المخطط ده علشان انا عايز حاجه معينه ووصلت لها، وهي الاتي. كنت عايز اثبت ان المحصله لما القوه تتحرك مسافه س، عايز اثبت ان المحصله هي كمان تتحرك مسافه تلت س في نفس الاتجاه. هي المسافه اللي اتحركتها المحصله انا مسميها ايه؟ ه ج. طب يا ترى الهي ج طلعت بكام س؟ لما انت كاتب اهو قدامك س تساوي 3 ه ج، يا ترى تبقى الهي ج بكام؟ بتلت س، وهو المطلوب اثباته. ما بقتش بحفظ مسائل، ومش هينفع اساسا اني اخد قرار اني احفظ، لان مش هي دي المساله اللي انا هشوفها ضروري في الامتحان، لكن عايز اتعلم ازاي اتعامل مع المساله وفقا لمعطيات ومطلوب وخطه انا برسمها، وبغير في تنفيذها اثناء عمليه التنفيذ، بغير في ترتيب الخطوات بتاعتي حسب انا عندي ايه ومحتاج ايه. بس ده كله يستلزم ان اكون اصلا فاهم انا عايز ايه، مش باخد المعطيات واقعد ارص الكلام تحت بعض، وانا ما عنديش وقت اضيعه. عشان كده هخش على طول في مساله تانية برضو في موضوع القوى المستويه المتوازيه. قبل ما ندرس بقى التوازن، في نظريه خطيره بتقول انه مجموع عزوم عده قوى حول نقطه بيساوي عزم المحصله بتاعتهم حول نفس النقطه. يعني قبل ما نقرا كده المساله، تعالى كده ببساطه برضو وبسرعه اقول لك انه انا عندي مجموعه من القوى تؤثر في عدد من النقط. فعلى سبيل المثال في شويه قوه تعمل لاعلى وشويه قوه تعمل لاسفل، وهقول لك دلوقتي انا عايز اوصل لايه. دي مثلا لاعلى ودي كده لاعلى. ما بتكلمش عن اتزان دلوقتي، لا، لان مفيش قضيب ولا مسطره، هنشوف مسائل قضيب ومسطره كتير دلوقتي. ودي كده لاسفل، ودي برضو لاعلى، ودي لاسفل. فاصبح عندي 5 قوى انا راسمهم، كلها قوى متوازيه، وهذه المجموعه من القوى تعمل في النقط أ وب وج ودال وه زي ما حضراتكم شايفين. فهفترض معاك انه القوة الأولى بتأثر في أ وبعديها ب وبعديها ج ثم د ثم ه. وهفترض جدلا انه هذه القوة الأولى اللي بتأثر في نقطة أ قوة مقدارها 5، واللي بعدها بسرعة كده 6، ودي 4، ودي 2، دي 4، ودي 2، ودي مثلا 10. وبعدين قلت لك عين المحصلة تعيينا تاما اعتمادا على انه هذه المجموعة من القوى، هذه القوى اللي عددها 5 المؤثرة في أ وب وج ودال وه، كلها قوى متوازية، 3 منها تعمل لأعلى و2 لأسفل وفقا للمعطيات. هتلاقي مثلا قايل لك انه الأ ب ده 5 سم وجنبيها 2 سم و3 سم و4 سم على سبيل المثال.
طب انا دلوقتي طالب اعين المحصله ازاي؟ مبدئيا تشوف مجموعه القوى اللي تؤثر لاعلى معيارها قد ايه، اجمعهم، وشويه القوى المؤثره لاسفل تشوف برضو مجموعهم كام، وتحدد مين الكبير. الشويه اللي فوق من الاخر يعني، الشويه اللي فوق اكبر ولا الشويه اللي تحت؟ لو الشويه اللي فوق اكبر من الشويه اللي تحت يبقى المحصله تعمل لاعلى، ولو الشويه اللي تحت شويه القوه مجموعه القوى المتوازيه التي تعمل لاسفل. فعلى سبيل المثال شوف لي كده الشويه اللي فوق دول 5 و4 و2، 5 و4 9 و2 يبقوا 11، يبقى الشويه اللي فوق دول مجموعه القوى تعمل لاعلى معيارها 11. جميل. واللي تحت 6 و10 مجموعهم 16، يعني عندي مجموعه من القوى المتوازيه المحصله بتاعتهم تحت 16 واللي فوق 11، تبقى المحصله الكليه بتاعت الخمس قوى المتوازيه اللي قدامنا في الرسمه حسب البيانات اللي انا كاتبها دلوقتي، يا ترى المحصله بتاعتهم تعمل لاعلى ولا لاسفل؟ اكيد لاسفل. نمره 2 بقى، هذه المحصله اللي بتعمل لاسفل مقدارها كام؟ اكيد 5. اسال اخوك الصغير كده قول له 11 فوق، مش حد في ثالثه ثانوي، لا 11 فوق 16 تحت، تبقى المحصله 5 تحت. بس السؤال بقى الخطير بتاعنا احنا، يا ترى المحصله اللي معيارها او مقدارها 5 وتؤثر راسيا لاسفل، بتوازي الجماعه دول راسيا لاسفل، تقع فين؟ صحيح. يعني تقع هنا مثلا 5، اعمل كده 5 لاسفل، ولا هنا، ولا يمكن هنا في نفس نقطه ب، ولا يمكن بره ناحيه الالف، ولا يمكن بره ناحيه اله؟ هو ده السؤال اللي هكتشف اجابته عن طريق العزوم، اللي هنكتشف مع بعض اجابته عن طريق العزوم اللي احنا درسناها هي والاحتكاك. ما انا درست في الباب الاول الاحتكاك والباب الثاني العزوم، وهنرجع نتكلم في الكلام ده تاني، بس لما نخلص بقى بقيه الثلاث ابواب اللي علينا. نرجع بس لمسالتنا دي علشان ناخد عليها مثال. حضرتك اتفقت معايا انه في 11 فوق وفي 16 تحت، تبقى المحصله 5 لاسفل، وما حضرتك ما انتش عارف فين. عندي خيارين، اما اني افرض ان المحصله 5 دي موجوده في اي حته، ولتكن مثلا تؤثر في نقطه هنا سميها نقطه نون تعمل راسيا لاسفل، الى ان يثبت العكس. يعني ايه الى ان يثبت العكس؟ هقول لك انا، مع ان ده انا مش هعمله في الحل بعد شويه، بس ده صح، يعني اللي متعود عليه انا ما اقدرش ارفضه واقول له لازم تعمل زيي. ليه لازم يعمل زيي؟ اهو حضرتك قلت ايه؟ قلت افرضها في اي حته الى ان يثبت العكس، ولو اني مش هحل كده بس انا معاك اهو. 11 فوق 16 تحت يبقوا 5 لاسفل، فرضت ان الخمسه دي كمحصله تؤثر في نقطه ولتكن نقطه نون على مسافه س من الف، وما دام على مسافه س من الف يبقى بقيتها المسافه اللي على شمالها بقيت ال 5 سم، على فرض ان الالف ب كلها 5 سم. اللي على اليمين فرضتها س، يبقى اللي على الشمال بقيت الخمسه، يعني 5 ناقص س، 5 ناقص س، والنقطه نفسها اسمها نقطه نون. حلوه قوي نقطه نون. السؤال بقى حضرتك، انا مركز معاك وانت بتشرح كده، لقيتك بتقول حطها في اي حته الى ان يثبت العكس. اللي هو ايه يثبت العكس؟ هقول لك دلوقتي. القاعده او النظريه الخطيره اللي ان شاء الله هيبقى في وقت عندنا ان انا اثبتها لك لانها مقرره في برهانها، بتقول ان مجموع البرهان بتاعها نفسه مقرر كنظري في المنهج. المهم يعني خلينا في موضوعنا. النظريه بتقول مجموع عزوم عده قوى حول اي نقطه متوازيه، طبعا مجموع عزوم عده قوى متوازيه حول اي نقطه بيساوي عزم المحصله حول نفس النقطه. الكلام ده ماذا يعني؟ يعني الاتي، ان مجموع عزوم الخمس قوى اللي قدام حضرتك حول اي نقطه ولتكن نقطه الف يساوي عزم المحصله اللي انت فرضتها في اي حته دلوقتي الى ان يثبت العكس. هتشوف دلوقتي بيساوي عزم المحصله حول نفس النقطه. فحضرتك تعمل ايه؟ طب وحضرتك ليه اخترت نقطه الف؟ ما تيجي نجيب حول نون، علشان ساعتها يبقى مجموع العزوم بتاع الخمس قوى حول نقطه نون بصفر. جدع، مش غلط. يعني ممكن واحد ذكي يقول لك طب بدل ما اجيب حول الف ولا حول ب، ما انا اقول له مجموع العزوم حول نون بيساوي عزم المحصله حول نون اللي انت فارضها دي، فيبقى العزم حول نون ده بصفر، لان عزم المحصله بصفر. ساعتها بس هتقدر تكمل زي ما انا هعمل معاك دلوقتي وتحصل على المسافه س، البعد اللي اسمه الف نون اللي انت فارضه س. تخيل معايا دلوقتي انه س دي طلعت 2 سم، يبقى اهلا وسهلا بيه، خلاص يبقى المحصله في نفس المكان اللي قلبك دلك عليه او اللي انا فرضته، يعني بهزر طبعا. لكن لو السين دي يعني المسافه بين خط عمل المحصله ونقطه الف طلعت 9 سم، يعني المحصله اللي لونها احمر تبعد عن الف 9 سم، يبقى مكانها في نفس اللي انا حطيته دلوقتي مؤقتا الى ان يثبت العكس. لا، ده انت تعد 9 سم، 5 بعدين 2 يبقوا 7، خد كمان 2 يبقى المحصله هنا. ايه ده ازاي؟ لما يطلع لك السين اللي انت فارضها البعد بين خط عمل المحصله ونقطه الف 2 سم، خير وبركه. طب طلعت 9 سم، يبقى ابعدها، المحصله مكانها مش هنا، لا دي على مسافه من الف قدرها 9 سم. طب سؤال، هفترض جدلا ان المساله مختلفه، انا لسه هحل معاك بالارقام.
جينا اشتغلنا بما يرضي الله وقلنا مجموع العزوم حول نقطة أ بيساوي عزم المحصلة حول نقطة أ، ومن الحل اللي حليناه اتضح ان السين دي بناقص 2. ناقص هو في طول بالسالب؟ اسمع بس للآخر. وارد لو اكتشفت ان السين دي بناقص 2 يبقى فعلا خط عمل المحصلة بيبعد عن أ مسافة 2 بس في الجهة الأخرى من الفرض اللي حضرتك فرضته. ايه انت قلت دلوقتي ما انا ما اعرفش زيك، احنا الاثنين ما نعرفش المحصله فين، نعرف انها 5 وتؤثر لاسفل، بتوازيهم لاسفل و5. انما انت راجل ذكي وبتفهم وعارف انه المسافه بين خط عمل المحصله ونقطه ا اللي اسمها س دي وارد تطلع 2 سم، اهلا وسهلا بيه، وارد تطلع 10 سم، تبقى تبعد مسافه كبيره شويه الناحيه دي بين الجيم والدال الى اخره. وارد، انا بحذرك من دلوقتي، وارد انه هذه المسافه تطلع ناقص 3 سم. ما تبقاش المسألة غلط ولا أنا حالل غلط، لا ده معناه إنها فعلا خط عامل محصلة أو نقطة نون على مسافة 3 سم من أ بس في الجهة الأخرى من الفرض اللي حضرتك فرضته مؤقتا إلى أن يثبت العكس. لا كده الكلام وسع قوي وكبر، لا ولا كبرت ولا أي حاجة، وقدامك أهو يا عم من غير أرقام من دماغي قدامك مسألة هعمل لك فيها الكلام ده. ولو إن الطلبة الأذكياء زي حضراتكم كده قبل المسألة والنبي ممكن يعمل حاجة، يجيب مجموع عزوم الخمس قوى حول نقطة أ قبل ما يحط المحصلة أصلا. يعني بص كده الفكرة دي الفكرة بقى اللي أنا بحل بيها وأنتوا هتبقوا زيي. مجموع عزوم الخمس قوى حول أي نقطة ولتكن نقطة أ. ودي سهلة بقى، عزم القوة 5 حول أ بصفر. طب عزم القوة 6 حول أ، العمود في القوة يا ترى في الاتجاه الموجب ولا الاتجاه السالب؟ الكلام ده بقينا محترفين فيه بقى خلاص. يا ترى عكس عقارب الساعة ولا مع عقارب الساعة؟ فعزم القوة 6 حول أ على سبيل المثال موجب 5 في 6. عزم القوة 4 حول نقطة أ بسالب 7 في 4. عزم القوة 10 حول نقطة أ بيساوي 5 و2 و3 يعني 10. موجب ولا سالب؟ موجب 10 في 10. وأخيرا عزم القوة 2 حول نقطة أ بيساوي سالب المسافة دي كلها يعني 14 في 2. المهم ربنا كرمك وجبت مجموع عزوم الخمس قوى حول أ، طلع العزوم دي بناقص كذا، ناقص 20 ناقص 30، طلعت سالب. تتخيل بقى النظريه نفسها بتقول مجموع عزوم عده قوى متوازيه حول اي نقطه بيساوي عزم المحصله حول نفس النقطه. طب احسبها انت، لما مجموع عزوم الخمس قوى حول أ ادوني سالب، يبقى اكيد عزم المحصله حول أ هيطلع سالب. يا ترى تبقى المحصله ناحيه الشمال من أ ولا ناحيه اليمين؟ لو انت حاططها زي كده ناحيه الشمال عزمها حول أ مش ممكن يديك سالب، ده العزم عمود في القوه، المسافه في القوه 5، موجب ولا سالب؟ موجب. يبقى انت من الاول ما تحطهاش وبعدين تغيرها، ده لو انت عملت زيي. واللي متعود على حاجه تانية طبعا ما نقدرش نغير له تفكيره، متاحه وصح. بس ليه ارسم وارجع انقل وبعدين طلعت سالب؟ لا دي الناحيه الثانيه، لا دي طلعت 10 يبقى بعيد شويه مع انه صح. يبقى انا قبل ما انزل بخط عمل المحصله وافرضها في اي نقطه رغم ان الكلام ده صحيح، انا اجيب له مجموع عزوم كل القوى حول اي نقطه ولتكن أ. طلع مجموع العزوم حول أ ده بموجب، يبقى اكيد عزم المحصله حول نقطه أ برضه موجب. وساعتها اقول له بقى العزم حول نقطه أ بيساوي موجب س في المحصله، اعرف قبل ما احط خط عمل المحصله المسافه س دي يا ترى ب2 يا ترى ب7 يا ترى بعيده. تعالى بقى الكلام ده ننفذه عملي علشان لسه ما دخلناش في القوى المتوازيه في شكلها اللي دايما بنشوفه في الامتحان لما يكون عندي مسائل قضيب او مسطره يرتكز على حامل وما الى ذلك. هخلص بس الجزئيه دي رغم انه في ناس كتير بتهملها وبتعتمد بس على المسائل اللي دايما بنشوفها في الامتحان بتاعت على وشك الدوران واللي شبهها، وانا بحذر المسائل دي رغم سهولتها ايه لانه في ناس بتطنشها معرفش ليه، مقرره هي والنظريه نفسها بالبرهان بتاعها. نقولها بسرعه بقى. أ وب وج ودال 5 نقط تقع على خط مستقيم واحد بحيث أ ب ب 40 سم وب ج 60 سم وج د 80 ودال هي 100. ده كلام فاضي هيترسم. أثرت قوى مقاديرها 6 و3 و5 و8 و4 نيوتن. المهم في النقط أ وج ودال وب وه على الترتيب، انا ارسمها كل الكلام ده يبقى كلام فاضي، وفي اتجاه عمودي على أ ه، يعني كلها قوى متوازيه بالمنظر اللي انا كنت راسمه معاك من شويه، بحيث كانت القوى الثلاثه الاولى متحده الاتجاه، ودي براحتك انت كطالب تحط الثلاثه المتوازيه مع بعض متحده الاتجاه فوق او تحت، دي بتاعتك مش هتفرق. والقوتين التانيين في الاتجاه المضاد، يبقوا في 3 فوق واثنين تحت او 3 تحت واثنين فوق. عين محصله هذه القوه، وكلمه عين زي ما اتفقنا معناها نعينها تعيينا تاما مقدار واتجاه وكذلك نقطه تاثير هذه القوه. طيب نرسم بقى على طول كده الكلام اللي حضرتك شايفه. أ وب وج ود الرسمه اهي بالمسطره بالمنظر ده، وبعدين نحطهم
في 3 تحت و2 فوق، فنبدأ بدي. دي القوة الأولى اللي هي 6، وقوة تانية ولتكن 3، ثم 5. دي البيانات اللي هو مديها لي، ما فيهاش كلام يعني، ما فيهاش تأليف. ودي القوة اللي بعدها اللي هتبقى 5، وفي قوتين بقى الأعلى، واحدة هنا بتأثر في نقطة ه، والتانية كانت بتأثر بعد ال6 وقبل ال3، بتأثر هنا. وتعالى كده ننزل بالأرقام اللي هو مديها لنا في المعطيات. القوة الأولى أهي 6 كده، و3 و5، وهنا 4، وهنا 8. وهو الراجل كتر خيره محدد لي كل حاجة، قايل لي بتأثر في النقط على الترتيب أ وب وج ودال وه، وج ودال وه، كلام اهو ما بنألفش. أ وج ودال وب وه بالترتيب. فالأولى اللي هي 6 بتأثر في أ، الثانية اللي هي 3 بتأثر في ج، اللي بعدها 5 بتأثر في د، وده اللي أنا شغال بيه أهو. 5 بتأثر في د، وأخيرا اللي اسمها 4 دي بتأثر في ه. ده كمان كتر ألف خيره قايل لي المسافات. طيب بيساعدني اهو. المسافة الأولى دي أ ب ب 40 سم، واللي بعدها 60 سم، واللي بعدها 80 سم، وأخيرا 100 سم. السؤال بقى الذكي، هي 3 أسئلة ورا بعض. لما قال لي عين المحصلة تعيينا تاما، عين محصلة هذه القوة، أعمل إيه؟ الأول أحدد مين الكبير ومين الصغير، الشوية اللي فوق يعني أكبر ولا الشوية اللي تحت؟ واضحة، اللي فوق 8 و4 يعني فوق ب 12، واللي تحت 6 و3 و5، 6 و3 9 و5 14، يعني فوق 12 وتحت 14. ده بمجرد النظر، مش محتاجه يعني منك ذكاء ولا حاجه. يبقى فوق مجموعه من القوى المتوازيه محصلتها نظريا ب 12، وتحت 6 و3 و5 محصلتهم ب 14. تبقى المحصله تعمل لاعلى ولا لاسفل؟ اكيد لاسفل. مقدارها كام؟ 2. ده الكلام السهل، واللي جاي كمان هيكون سهل. بس مبدئيا المحصله تعمل لاسفل اهي، ومقدارها 14 ناقص 12 يعني 2. السؤال بقى اللي مطلوب منك انك تجاوب، يا ترى المحصلة اللي بتأثر لأسفل بتوازي الشوية دول وتساوي في معيارها 2، يا ترى نقطة تأثيرها تبقى جوه بين الألف والهي ولا بره؟ طب ولو بره تبقى بره يمين ولا بره شمال؟ أنا معرفش، وعلشان معرفش هرجع للنظرية. النظرية اللي كانت بتقول إيه؟ مع إنه قبل ما أقول النظرية بقى وأحل بطريقتي، انت ممكن تحط المحصله في اي حته ولتكن في نقطه بين الب والج، وتفرض انها على مسافه س من ا، وتشتغل زي ما اتفقنا مجموع العزوم حول اي نقطه حتى لو نقطه تاثير المحصله اللي انت فارضها دي بيساوي عزم المحصله حول نفس النقطه، ويطلع لك بقى المسافه بين خط عامل المحصله والف دي س، طلعت كبيره وديها شمال شويه، طلعت صغيره وديها يمين، طلعت زي ما هي اهلا وسهلا، طلعت سالبه بعكس الوجهه اللي انت حاططها فيه. لكن انا مش هعمل كده. تعال بقى نشوف انا هعمل ايه. المحصله بتاعت هذه القوى المتوازيه حول اي نقطه ولتكن نقطه ا تساوي عزم المحصله حول نفس النقطه. فانا يهمني اجيب مجموع عزوم القوه حول ا واشوفها موجبه ولا سالبه مبدئيا، علشان اقدر احدد هي المحصله على يمين الالف ولا على يسارها بمعرفه اشاره مجموع عزوم القوى المتوازيه حول ا. فهمني حضرتك بالراحه الكلام ده اهو قدامك اهو. بما ان مجموع عزوم القوى حول اي نقطه ولتكن نقطه ا يساوي عزم المحصله حول نفس النقطة أ، إذا ناخدها واحدة واحدة، نجيب مجموع عزوم القوة حول نقطة أ. أول قوة 6 عزمها حول أ بالسلامة، لأن القوة بتأثر في نقطة أ فعزمها حول أ بصفر. خش على اللي بعده بالترتيب بس في نفس الوقت بسرعة. عزم القوة 8 حول نقطة أ، موجب ولا سالب؟ والله حسب، العمود أهو والقوة أهي، يا ترى مع ولا عكس عقارب الساعة؟ في الاتجاه اللي عكس عقارب الساعة بيبقى موجب، مع عقارب الساعة بيبقى سالب. يبقى عزم القوة 8 حول ا بيساوي ناقص يعني سالب 40 في 8، يبقى ناقص 40 في 8. غيره اللي بعده، اوعى يكون حد لحد دلوقتي ما يعرفش يجيب العزم، يقول لك العزم ده بيجي ازاي؟ اهو دي قوة ودي نقطة، عزم القوة دي وليكن القوة دي مثلا معيارها 10، عزمها حول نقطة ا بيساوي ايه؟ العمود في القوة. فالالف لما انزل منها عمود على خط عامل القوه يديني مثلا 3 سم، يبقى عزم القوه 10 حول نقطه ا بيساوي 3 سم في 10. بس السؤال يا ترى في الموجب ولا في السالب؟ دي زلطه وقعت في تيار من المياه، يعني انا لا يعنيني كطالب محترف ال10 دي مرسومه هنا ولا مرسومه تحت.
فلما اقول له بقى العمود في القوه، بعض الناس بتغلط للاسف تقول لك العمود 3 القوه 10، 3 في 10 ب 30. وبص الغلط فين بقى؟ الغلط اللي جاي ده، يقول لك 3 اتضربت في ال10 في الاتجاه ده. اقول له انت رايح فين؟ يقول لي ما حضرتك نزلت عمود والقوه هي تحت، فلما لفيت مع عقارب الساعه. لا غلط، لانه اعتبر ان القوه 10 دي عباره عن تيار من المياه، وانه العمود اللي هيسقط من نقطه الف على خط عامل القوه ما هو الا زلطه وقعت على تيار الميه، فالزلطه دي بتمشي مع التيار مش ضد التيار، فما ينفعش لما انزل من الف كده عمود اروح لل10. اروح ازاي ضد التيار القوه؟ فاذا انا رايح معاها فوق حتى لو هي مكتوبه تحت، فبالتالي العمود 3 فيه 10 حتى لو ال10 شكلا كانت تحت. نرجع بقى بسرعه لمسالتنا. فكنت بقول ان مجموع عزوم القوى حول نقطه ولتكن نقطه الف، ودي اختيار خاص بيك انت يعني براحتك، بيساوي عزم المحصله حول نفس النقطه. المحصله اللي انا لسه مش عارف يا ترى يمين ولا شمال، بس هعرف بمجرد تحديد الاشاره بتاعت مجموع عزوم القوى المتوازيه. يلا بقى بسرعه يا سيدي. يبقى عزم ال6 حول الف صفر لانها معديه على الف. عزم ال8 حول الف بناقص 40 في 8. اللي بعده عزم القوه 3 حول نفس النقطه الف بيساوي موجب. بص بقى ايديا اسرع والنبي اهي، عمود في القوه موجب ولا سالب؟ موجب. كام في كام؟ 100 في 3 اهي، زائد 100 في 3. يلا اللي بعده عشان نخلص من دي بقى. عزم القوه 5 حول نقطه الف، عمود في القوه موجب ولا سالب؟ موجب. كام؟ لم الحاجات دي 60 و40 100 وجنبها 80 يبقى كله موجب. 180 في 5 زائد 180 في 5. فاضل واحده اخر واحده. عزم القوه 4 حول نفس النقطه، عمود في القوه بس المره دي سالب. الهيصه دي كلها بكام؟ 100 وجنبها 100 يبقوا 280، يبقى كله على بعض ناقص 280. ناقص 280 في ايه؟ في 4. كل ده اسمه مجموع عزوم القوة حول نقطة ألف، ونفسي أعرف هو موجب ولا سالب علشان مبدئيا أحدد يا ترى المحصلة على يسار الألف ولا على يمين الألف. طب إزاي؟ هتعرف دلوقتي. يعني لو طلعت سالب هتحدد. أيوه ما أنا هعرفك بس واحدة واحدة. الحاجات دي هنلمها ناقص 40 بالآلة طبعا، ناقص 40 في 8 وناقص زائد 100 في 3 اللي أنت شايفها ديت. الحركات دي كلها هتديك في الآخر ناقص 240 ثقل كيلو جرام في سنتي. مش مهم دلوقتي التمييز بتاعها. بالآلة هتدي لك ناقص 240. والسؤال الذكي كالعادة، يا ترى لما مجموع عزوم القوة حول ألف طلعت بناقص 240 المفروض يبقى عزم المحصلة حول نفس النقطة اللي هي ألف بسالب 240. النظرية بتقول كده. لو أنا حطيت المحصلة على اليسار في أي حتة، هنا أو هنا أو هنا، في أي حتة على يسار نقطة ألف، المفروض إن عزم المحصلة حول ألف هيبقى العمود في القوة، بس دايما هيطلع موجب. يعني لما أحط المحصلة هنا هفترض جدلا، بص أحط المحصلة هنا أو شمال شوية أو المهم إنها على يسار الألف. عزم هذه المحصلة ده غلط طبعا. عزم هذه المحصلة حول ألف عمود في القوة موجب ولا سالب؟ موجب، مع إنه المفروض عزمها حول ألف يديني ناقص 240. فأنا اكتشفت بدون تجربة إن خط عمل المحصلة مش على يسار الألف، وما دام مش على يسار الألف يبقى فين؟ يبقى على يمين نقطة ألف. دي أول حاجة. تاني حاجة أنا كده خلصت أهو. بمسطرتك تعمل محصلة على يمين الألف. السؤال بقى آخر سؤال أسأله لك، يا ترى على يمين الألف على مقربة منها ولا على مسافة كبيرة؟ والله ما أعرف بس هجيبها لك حال. هفرض أن هذه المحصلة اللي اكتشفنا أنها 2، إيه ده؟ حضرتك اكتشفت أنها 2 إمتى؟ إمتى إيه؟ من 5 دقايق لما قلنا فوق مجموعهم 12 وتحت 14 تبقى المحصلة تحت بتساوي الفرق بينهم. المهم هذه المحصلة تؤثر في نقطة، افرضها أي نقطة ولكن على مسافة س من نقطة ألف، بحيث عزم المحصلة حول ألف بناقص 240 لأنه بيساوي مجموع عزوم القوة حول نقطة ألف. ما دام عزم المحصلة حول ألف بيساوي ناقص 240 أقدر أكمل وأقول له ناقص 240 بيساوي القوة دي اللي هي القوة المحصلة عزمها حول ألف بيساوي العمود في القوة أهو سالب س في ح. ح يعني كام؟ 2. الناقص راحت مع الناقص، إذا السين المسافة المطلوبة بتساوي 240 على 2 ب 120 سم. يعني هذه المحصلة تبعد مسافة 120 سم على يمين نقطة ألف. يبقى عينت المحصلة تعيينا تاما، مقدارها 2، اتجاهها رأسيا لأسفل وفقا للرسم، لأن حذرتك كطالب أنت ممكن تعمل 3 فوق و2 تحت ده بمزاجك. يبقى أنت صح وزميلك كمان صح، كل واحد بيتصحح له حسب رسمته. إذا المسافة اللي بتبعدها المحصلة أو نقطة تأثير خط عمل المحصلة تبعد مسافة 120 سم في الاتجاه بتاع الشعاع من ه لألف وفقا للرسم في الشعاع من ه لألف. طب بسرعة بقى ننقل على مسألة تانية، والحقيقة أنا عايز بس علشان نكسب وقت ننقل على طول على مسألة حلوة الحقيقة موجودة عندكم في كتاب الوزارة في التمارين اللي مش محلولة. فلو معاك كتاب الوزارة بقى بسرعة معايا كده في رقم 8 صفحة تمارين يعني 4-2 رقم 8. اوكي تمارين 4-2 المسألة رقم 8 ندرس بيها هي 4-2 المسألة رقم 8.
في تمارين كتاب الوزاره. هرسمها لك ونشوف ايه موضوع المسطره ويعلق والشد والكلام ده. بيقول لي ا ب مسطره طولها مش دي اللي انت منتظرها بتاعت على وشك الدوران، جايه بس بعد دي. ا ب مسطره طولها 90 سم، كويس، مالها؟ وزنها 6 نيوتن يؤثر في منتصفها. كان ممكن يقول لي مسطره منتظمه او قضيب منتظم، فالوزن يبقى في النص. علقت في وضع افقي بواسطه خيطين راسيين عند طرفيها. السؤال: اين يعلق ثقل مقداره 15 نيوتن حتى يكون الشد في احد الخيطين مساويا ضعف قيمته في الخيط الاخر؟ على طول نرسم رسمه حلوه كده اهو، عشان بعد المساله دي على طول هنخش بقى في المسائل اللي دايما بشوفها في الامتحان بتاعت على وشك الدوران. اهي قدامك مسطره طولها 90 سم، اهي مسطره طولها 90 سم. بس نجيب مسطرتنا احنا كمان، احنا عندنا احنا كمان مسطره اهي، ونعمل 90 سم كده، واسمها ا ب. جميل. وزنها في النص، نرجع نجيب مسطرتنا، وزنها 6 في المنتصف وهي طولها 90، فنرجع نكتب هنا 6، وعشان 90 يبقوا 45 يمين و45 شمال. علقت في وضع افقي زي ما انت راسم كده بواسطه خيطين راسيين عند طرفيها. اذا نرجع لمسطرتنا ونعمل له خيط عند الطرف ا، في شد اسمه ش واحد، وخيط عند الطرف ب هيكون له هو كمان شد اسمه ش 2. بس انا مش متسرع بطبعي، يعني انا حتى بره المساله مش متسرع. يعني ايه حضرتك تقصد ايه؟ يعني اقصد انا ايه اللي يخليني اقول ش واحد ش 2؟ ما يمكن في علاقه بينهم ولا حاجه. وقد كان يا سيدي، اللي توقعته لقيته. اين يعلق ثقل مقداره 15 حتى يكون الشد في احد، يعني اعلق منين 15 نيوتن؟ بحيث يبقى الشد في احد الخيطين ضعف قيمته في الخيط الاخر. الله، يعني مش ش واحد وش 2 بقى، ده في احد الخيطين، وليكن مثلا الخيط ا، ودي حريه شخصيه ليك انت، كل واحد حسب رسمته بقى. انا افرض انه لما هعلق ثقل 15 هعلقه هنا، انا حر. يعني انا حضرتك اعمل زيك؟ لا، مش لازم تعمل زيي، ممكن تعلق ال 15 الناحيه الثانيه وتكمل على هذا الاساس. بس استنى بس اما نكمل. انا هعلق ال 15 هنا في المنطقه بين القوه المؤثره عند نقطه ا وبين خط عمل الوزن. لما انا هعلق ال 15 هنا، هو قال لي بحيث يبقى الشد في احد الخيطين ضعف الاخر، يبقى الشد عند ب ضعف عند ا ولا في عقل؟ اكيد في عقل. الشد عند ا هو اللي هيبقى ضعف الشد عند ب. طب ليه ما يبقاش العكس؟ ما هو قال اي حاجه يا سيدي. حضرتك فرضت انك معلق ال 15 هنا، يعني عامل ثقل ناحيه اليمين قريب من ا، هيبقى الشد عند البعيده اكبر من الشد عند ا. المهم، فبالتالي من اللي انا فكرت فيه كده هيبقى عندي الرسمه النهائيه المسافه بين ا وج 45. هفرض انه خط عمل محصله او مركز الثقل بيأثر في نقطه ج، يبقى مركز الثقل عند ج او نقطه تأثير الوزن يعني عند نقطه ج. فبالتالي بما انه المسطره منتظمه وزنها في المنتصف وطولها كله 90 سم، اصبح عندي مسافه على اليمين 45 ومسافه زيها على الشمال هي كمان 45 سم. السؤال: اين يعلق الثقل 15 وانا ما اعرفش؟ فافرض انه يعلق على مسافه س، هنجيبها حالا من نقطه ا، بس بشرط ما دام اللي على اليمين فرضتها س يبقى اللي جنبها بقيه ال 45، يعني 45 ناقصين. والسؤال بقى كالعاده اصبح عندي 2 ش ناحيه اليمين وش ناحيه الشمال و15 و6 وس و45 ناقص س. وكلنا عارفين انه في حاله الاتزان كان احد الشدين ضعف الشد الاخر، فبالتالي اقدر اقول له ان اللي فوق بيساوي اللي تحت. هكتبها لك والله مش عيب، اللي فوق بيساوي اللي تحت. خلي بالك انه المسطره دي متزنه في الوضع ده، علقت في وضع افقي بواسطه خيطين، وعلق ايه بحيث يبقى الشد هنا ضعف هنا. الكلام ده يفهم منه ضمنا ان العمليه فيها اتزان واحترام، فاللي فوق يبقى قد اللي تحت، ومجموع العزوم حول اي نقطه بصفر. تقصد ايه حضرتك بالكلام الغريب اللي انت كاتبه اللي فوق واللي تحت والكلام ده؟ اللي فوق يعني المحصله بتاعه القوه اللي بتعمل راسيا لاعلى، واللي تحت يعني القوه اللي بتعمل راسيا لاسفل. فاقدر اترجم الكلام ده رياضيا اقول له 2 ش وش، يعني 2 ش زائد ش بيساوي 15 و6 ب 21، ومن ثم 3 ش ب 21، اي ان ش تساوي 7. كده انا مبدئيا عرفت ان القوة اللي هنا ب 14 واللي هناك ب7 بمجرد النظر، بمنتهى البساطة. تاني، في عملية اتزان لمجموعة من القوى المتوازية على طول يبقى اللي فوق قد اللي تحت، كمان مجموع عزوم هذه القوة حول اي نقطة بيساوي صفر. طيب
طب اجيب له حول نقطة ج ولا ب؟ ايه اللي يعجبك، مش هتفرق، بس انا هجيب مجموع العزوم حول نقطة أ. يلا، بما ان مجموع العزوم حول نقطة أ بيساوي صفر، تعالى كده نحسبها مع بعض واحدة واحدة. الاولانية اللي طلعت ب 14 اللي ما كانتش لسه موجودة كانت 2 ش، وانا اكتشفت حالا انها ب 14. عزمها حول نقطة أ بالسلامة لانها معدية على نقطة أ، فعزمها حول أ بصفر. اللي بعده القوة 15 اللي نفسي اعرف هي تقع على مسافة قد ايه من نقطة أ. يا ترى عزمها حول أ موجب ولا سالب؟ نشوف. الألف نزلت منها زلطة وقعت في تيار المية، موجب ولا سالب؟ بص لفيت كده اهو اهو كده اهو، موجب ولا سالب؟ موجب. اذا عزم القوة 15 حول أ بموجب س في 15. لطيف قوي. طب اللي بعده عزم القوة 6 حول أ برضو موجب بقى، ما انا فهمت اللعبة، موجب 45 في 6 زائد 45 في 6. ايه ده؟ ده كده حضرتك هتعرف تطلع س. لسه ما خلصتش، ده مجموع العزوم كلهم حول أ بصفر. دي راحت ودي جت ودي جت، فاضل البعيدة اللي كانت ش، وانا وانتم اكتشفنا انها طلعت ب7 نيوتن. المهم يبقى عزم ال7 حول أ عمود في القوة موجب ولا سالب؟ سالب. كام؟ 90 في 7 ناقص 90 في 7 بكام؟ بصفر. مين اللي قال لحضرتك انه بصفر؟ يا سيدي قاعدة بتقول فوق بيساوي تحت. اتزان توازن، فوق قد تحت، ومجموع العزوم حول اي نقطة بصفر. دي غير النظريه اللي انت قلت مهمه وهتبقى تقول لنا برهانه، اللي هي مجموع عزوم عده قوه حول نقطه بيساوي عزم المحصله حول نفس النقطه. هنا ما بشتغلش المحصله، نقلت حاجه جديده وهنقل بعدها على حاجه ثالثه اجدد. يلا الاول واحده واحده. قلنا اللي فوق قد اللي تحت، طلعنا الشين، يبقى اللي على الشمال ب7 واللي على اليمين ب 14. ثم قلنا مجموع العزوم حول اي نقطه ولتكن نقطه أ بصفر. دي عمليه حسابيه بالاله، وادي ال 45 في 6 الناحيه الثانيه بعكس اشارتها، و7 في 90 برضه الناحيه الثانيه بعكس اشارتها. يتبقى 15 س بيساوي اهي 15 س بالاله الحاسبه طبعا ب 360، ومنها س بتساوي 24 سم. يعني ايه س ب 24 سم؟ وايه السؤال اصلا؟ بيقول لي اين يعلق ثقل مقداره 15؟ هذا الثقل انا فرضت انه يعلق على مسافه س من أ، واكتشفت انا وانتم ان هذه المسافه قدرها 24 سم. اذا اعلق ال 15 على مسافه 24 سم من أ لكي يكون الشد عند أ ضعف الشد عند ب. ونخش على طول في مساله الامتحان اللي دايما بنشوفها في اخر السنه بتاعه القضيب، اللي المره دي انا جايبه على طول غير منتظم. طيب نقرا الاول ونشوف. ده قضيب يا سيدي غير منتظم، ماله طوله 60 سم، يرتكز في وضع افقي على وتدين ج د، حيث أ ج بيساوي مساله الامتحان أ ج بيساوي ب د بيساوي 10 سم، فإذا علق من أ ثقل قدره 90 ثقل جرام. هنا التحويلات مش واردة غير في نطاق ضيق جدا، احنا كده كده نتكلم باستفاضة في موضوعات التحويلات في الديناميكا إن شاء الله بس اما نخلص. ثقل قدره 90 ثقل جرام. حصل ايه لما علق من أ 90؟ يصبح القضيب على وشك الدوران حول نقطة ج، أو على وشك الانقلاب حول نقطة ج. وإذا علق من ب ثقل قدره 150 يصبح القضيب على وشك الدوران حول نقطة د. اوجد مقدار وزن القضيب وبعد نقطة تأثيره عن الطرف أ. ممكن يستعيد عن الجملة الأخيرة دي ويقول لي اوجد عين مركز ثقل هذا القضيب، يعني نقطة تأثير الوزن. فهو قال لي اوجد مقدار الوزن وبعد نقطة التأثير، وانا الحقيقة مش فاهم الكلام ده، يعني هيبان اكتر لما ارسم، لانه حاليا كده انا مش مستوعب قوي قضيب وعلى وشك لما علق من أ. بس انا عايز اتفق مع حضراتكم على حاجة. ده قضيب، استاذنك بس تبص لي دقيقة. ده قضيب اهو لما يرتكز على حاملين في وضع افقي كده، يعني يرتكز عند النقطة دي كده حامل مسند، وعند النقطة دي مسند. طبعا لما هيرتكز فكل فعل له رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه الى ان ندرس قوانين نيوتن القانون الثالث بالتفصيل مقرر علينا في الديناميكا. المهم، فبمجرد ما هضع هذا القضيب على مسند هنا وتد او حامل ومسند الناحيه الثانيه، هيكون في رد فعل الاعلى ورد فعل الاعلى، واحد عند الوتد الاول والثاني عند الوتد الثاني، وهتبان وانا برسم. بس انا عايز حاجه ثانيه تبص لي فيها دلوقتي. القضيب متزن وزي الفل، متزن تحت تاثير ايه؟ رد الفعل عند الوتد الاول، رد الفعل عند الوتد الثاني، ووزنه الاسفل، فخلاص محترم. جيت علقت من عند الطرف ده، انت باصص كده معايا، جيت علقت من عند الطرف ده ثقل قدره 5 ما زال متزن زي الفل ما تاثرش. 6 متزن. 7 بص بقى خلاص ما بقاش متزن، بقى في اخر لحظات اتزانه لدرجه انه اصبح على وشك الدوران حول النقطه القريبه من التعليق. يعني انا لما ارتكز هنا عند نقطه اسمها ج، وهنا عند نقطه اسمها د، وهرسمها لك بس عايزك تبص لي الاول. دي ج ودي د، والطرف ده اسمه ا. لما ازود اثقال هنا مازال متزن، ازود عند أ مازال متزن، هزود كمان حاجه بسيطه
عايز يتقلب، لسه ما اتقلبش بس عايز يتقلب، في ساعتها اقول له ان هذا القضيب يكون على وشك الدوران حول ج. في اللحظه دي هيبدا يرتفع من عند الحامل البعيد، ما بقاش ضاغط عند نقطه د، لانه لما يكون على وشك الدوران نتيجه التعليق عند ا هيكون على وشك الدوران حول ج، فيبدا في الارتفاع من عند د، يبقى الضغط عند د لاغي، ما بقاش في ضغط، يعني رد الفعل مش موجود. تاني وتالت بس في رسمه وبعدين ترجع لي تاني. وهي دي المساله اللي دايما بنشوفها في الامتحان على موضوع القوى المتوازيه، بس انا باخد احتياطي واعرف كل الحاجات التانيه بسرعه كده. ناخد مسطرتنا ونفهم الكلام الغريب ده. ده قضيب اهو او مسطره. قبل ما نرجع لمسألتنا نحلها نفهم الكلام اللي انا قلته من شويه. ويرتكز حضرتك وزنه في المنتصف، وربما يكون القضيب مش منتظم يبقى وزنه مش في النص، ويقول لي نقطه تاثير الوزن فين، مركز ثقله فين، زي المساله بتاعتي اللي انا جايبها لكم دلوقتي. فالمهم القضيب ده يرتكز على حاملين، حامل هنا على سبيل المثال وحامل هنا. ده كلام جميل. فاصبح هناك رد فعل عند الحامل الاول اهو راسي الاعلى، ورد فعل عند الحامل الثاني راسي لاعلى. والله كلام جميل لحد دلوقتي. ثم النقطه دي في القضيب اسمها نقطه ا، والنقطه اللي هناك اسمها نقطه ب. وتعالى كده اكبر لك القضيب يبقى باين انه قضيب اهو. اهلا وسهلا بيه. قضيب اهو اسمه ا ب، يرتكز عند حاملين، حامل عند نقطه ج وحامل عند نقطه د. جميل قوي قوي. حامل اهو عند ج وحامل عند د. وتعالى كده نفترض دي مش مسألتي، هرجع احل مسألتي بس نفهم حاجة الأول. ده وزن القضيب على فرض ان وزنه في المنتصف قضيب منتظم. وعند الحامل نتيجة الارتكاز هناك رد فعل اسمه ر واحد، وبرضه مرتكز مسنود يعني على حامل عند نقطة د، فإذا هناك رد فعل اسمه ر اتنين. في حالة الاتزان حضراتكم معروفة، اللي فوق بيساوي اللي تحت، ومجموع العزوم حول أي نقطة بصفر على طول. من الاتزان انا بدردش عشان ارجع احل مسألتي بالراحة معاك. من الاتزان حاجتين لا ثالث لهما، لا ثالث له مع شوية تفكير. اللي فوق انا عمري ما اتكسف اكتب كده، اللي فوق بيساوي اللي تحت، يعني ر واحد زائد ر اتنين بيساوي الوزن. الوزن ومعاه اي حاجة تانية لو في حاجة متعلقة مثلا، يعني افرض انا معلق هنا عند نقطة بين الجيم ونقطة مركز ثقل القضيب نقطة تسهيل وزن، معلق ثقل قدره 3، اهلا بيه. الناحية التانية معلق 5 وعند ب 12، اهلا وسهلا بيهم كلهم. اللي فوق يعني ر واحد زائد ر اتنين بيساوي كل الحاجات اللي تحت. الله لسه. ثم مجموع العزوم الهيصة كلها حول اي نقطة بصفر. طب ما الكلام ده حضرتك قلته من شوية، اصبر بس. ده في حالة الايه؟ الاتزان، فوق بيساوي تحت ومجموع العزوم حول اي نقطة بصفر. تخيل معايا بقى ان انا رحت معلق عند الطرف ا، علقنا ثقل قدره 8 مثلا، اي حاجه، ثقل هنا بالمسطره بتاعتك اهي، وقمنا معلقين هنا 8. المهم يا سيدي لما علقت 8 ما حصلش حاجه. طبعا انت منتظر اقول لك على وشك الدوران، لا، تخيل ان 8 ما عملتش حاجه، فما زال القضيب متزنا بتاثير الاربع قوى. الثمانيه الثقل المعلق عند ا، والوزن ايا كان، وكل من رد الفعل عند ج ورد الفعل عند د. فبرضه نفس الكلمتين، اللي فوق بيساوي اللي تحت ومجموع العزوم بصفر. زودت ال8 9 ما حصلش حاجه، 10 ما حصلش حاجه، انما 11 بس لقيت القضيب مش عايز يتزن بقى، عايز يتدور. يعني ايه عايز يتدور؟ اللي انت قلتها من شويه دي رياضيا اسمها القضيب على وشك الانقلاب حول د حول ج. يعني ايه على وشك الانقلاب؟ يعني على وشك الدوران. وبرضه يعني ايه على وشك الدوران؟ يعني هيبدأ في الارتفاع من عند نقطة د. ايه ده؟ انت بتشطب في المعطيات؟ ما بشطبش. تعالى لي كده لحظة. هو لما هعلق هنا ويصبح على وشك الدوران حول النقطة ج، على وشك انه يتدور بس لسه متزن، يعني اقدر اطبق القوانين واقول له مجموع العزوم بصفر في اخر لحظات اتزانه. بس لو زودت على ال11 دي فسوة حاجة بسيطة قوي هيتقلب خلاص، ما بقاش متزن. انما خليك معايا لما يكون على وشك الدوران حول ج، هناك ما بقاش مرتكز لانه بدأ في الارتفاع. ارجع بقى هنا، بدأ في الارتفاع من عند النقطة د، نقطة ارتكازه على الحامل عند د. فبالتالي ساعتها وانا شغال الغي رد الفعل عند د. لا مش فاهم دي ليه؟ ما انت بتزود اثقال عند ا فيكون القضيب على وشك الانقلاب حول نقطة ج، يعني على وشك الدوران حول القريبة، فبالتالي رد الفعل البعيد لا. والعكس بقى عشان انا كده خلصت.
افرض يا سيدي علقنا عند الب شويه اثقال ما حصلش حاجه، 7 مفيش، 8 مفيش، 11 مفيش، 20. على فكره ده وارد الكلام ده يحصل مع بقاء الثقل المعلق عند الف، وارد، هوريك مسائل منها دلوقتي. يعني وارد اعلق 20 مع بقاء الثقل عند الالف، او اعلق 20 في حاله تانية من غير ما اعلق عند الف. حتى المساله بتاعتي فيها حاجه شبه كده هنشوفها دلوقتي. المهم يا سيدي حضراتكم لما نعلق 20 وفي هناك 11 وفي هنا وزن وهنا ر واحد ر 2، فوجئت يا سيدي انه اصبح القضيب بتاثير قوه 20 المعلقه، الثقل المعلق عند الطرف ب، اصبح القضيب على وشك الانقلاب حول نقطه، او على وشك الدوران حول نقطه د. لما يكون على اديك انت اللي قلت بقى خلاص، لما يكون على وشك الدوران حول د يبقى رد الفعل البعيد لاغي. ايه ده؟ يعني الاثنين اتلغوا؟ ما اتلغوش، ده هيفضل زي ما هو، ما انت لسه لاغيه من شويه يا سيدي. لا، دي حاله ودي حاله، هنشوف دلوقتي. لما يكون على وشك الدوران حول نقطه د يبقى رد الفعل البعيد لاغي، لانه القضيب هيبدا في الارتفاع من عند الحامل اللي اسمه ج. ساعتها لما اجي اشتغل يبقى ر 2 بيساوي مجموع الحاجات اللي تحت ثم مجموع العزوم حول اي نقطه بصفر ولتكن نقطه د. عمليا بقى بعد الكلام ده انا عايز افهم بمساله كده، توريني هترسم ازاي وتعمل الكلمتين بتوعك دول ازاي. بيقول لك ا ب قضيب غير منتظم. غير منتظم، انا ما بحبش المسائل بتاعت غير منتظم، لا نحبها. تعالى كده نرسم بالراحه. ا ب قضيب غير منتظم، وانا محتاج رسمتين. نبدا بالوضع الاولاني اهو يا سيدي، القضيب الغير منتظم، ونعمل كمان بالمسطره بتاعتنا عشان يبان انه قضيب. حلو قوي. ماله بقى هذا القضيب المحترم؟ اسمه ا ب وطوله 60 ويرتكز. تعالى بقى نعمل حاملين كده، حامل هنا وحامل كده اسمه ج، والناحيه الثانيه حامل اسمه د. انا ماشي بنفذ كلامه، بعد كده الحل سهل. ومش ناسي انه هذا القضيب المرتكز على حاملين غير منتظم يبقى وزنه غير معلوم نقطه تاثيره. معرفش يعني نقطه تاثير الوزن فين، لكن كل اللي اعرفه ان في وزن اهو، اهلا وسهلا بيه الوزن. واعرف كمان انه نتيجه الارتكاز عند الحامل الاول هناك رد فعل، وبالمثل هناك رد فعل نتيجه الارتكاز عند الحامل الثاني. وهو قال لي في الحاله الاولى علقنا من ا ثقل قدره 90. انزل بقى بالبيانات دي، ارجع لقلمك وتعالى هقراها لك تاني كده، بس اكتب بقيه البيانات بتاعتي ويبقى ده نص الحل. الرسمه الاولى لاني محتاج رسمه تانيه. رسمه تانيه ليه؟ هتعرف لما نرجع نقرا المساله تاني. فانا القضيب بتاعي اسمه ا ب، وهنا علقت عند الالف 90 ثقل جرام، والوزن ما اعرفوش. مش بس ما اعرفوش، ده انا ما اعرفش نقطه تاثيره شخصيا، نقطه مين دي على مسافه قد ايه، لكن اللي اعرفه انه هنا في ارتكاز فهناك رد فعل، الناحيه الثانيه في رد فعل اسمه ر 2، واعرف انه الحامل اللي عند نقطه ج يبعد مسافه 10 سم، ونصغر كده الفونت شويه 10 سم، والحامل الثاني يبعد مسافه برضه 10 سم بس من الطرف الاخر الطرف ب. وعارف من معطيات المساله لو ارجع كده اقراها معاك انه القضيب نفسه طوله 60 سم. فنرجع لرسمته، لما هو كله 60 سم والحامل ده على مسافه 10 من الف والثاني على مسافه 10 من ب، يبقى المتبقي بقى المسافه بين الحاملين الجيم والدال. ما هو في حامل عند ج وحامل عند د. لما هو كله 60 سم 10 يمين و10 شمال يبقوا 20، من ال 60 يتفضل 40، يعني المسافه ج د كلها ب 40، بس الميم مش في النص لانه القضيب مش منتظم. لكن المسافه ج د ب 40 وانا ما اعرفش متقسمه ازاي، فافرض ان اللي على اليمين دي س تبقى اللي على الشمال بقيه ال 40، يعني 40 ناقصين، او العكس ممكن اللي على الشمال تبقى س واللي جنبها 40. المهم بقى، المهم هو اللي جاي ده اللي هو ايه؟ ان احنا نرجع نقرا المطلوب واحنا ما كناش قريناه. بص بس، ا ب قضيب ده مش منتظم طوله 60 وقسمناها مع بعض. يرتكز في وضع افقي على وتدين ج ود حيث ا ج بيساوي ب د ب 10 اهي. انت بص في رسمتك وهقراها لك اهو، حيث ا ج بيساوي ب د ب 10. حلو، وانا اكتشفت انا وانتوا بقى ان دي س ودي 40 ناقصين عشان بقيه ال 60. فاذا علق اذا علق من ا ثقل قدره 90 هيحصل ايه؟ هو اللي يقول وانا هفتي. يصبح القضيب على وشك الدوران حول ج. الله، استوب بقى هنا. لما القضيب على وشك الدوران حول ج نتيجه تعليق ثقل قدره 90 من نقطه ا، يبقى رد الفعل اللي اسمه ر 2 ده لاغي. لاغي ليه؟ خلاص بقى، ما انا علقت هنا لدرجه انه اصبح على وشك الدوران حول ج، فبدا في الارتفاع من عند د، لكن ما زال في اخر لحظات اتزانه، لكن ما بقاش ضاغط عند د. المهم يبقى ساعتها اللي فوق بيساوي اللي تحت، ودي لا تعنيني قوي المره دي. انا ممكن اقول له ر 1 بيساوي 90 زائد واو. ايه ده؟ مش المفروض ر 1 زائد ر 2 يا سيدي بدا في الارتفاع عند د، ما بقاش في ضغط، بالتالي ما فيش رد فعل. المهم بقى، غير انه ر 1 بتساوي 90 زائد الوزن،
لا ده كمان الاهم مجموع العزوم حول اي نقطه بصفر، وانا افضل اجيب العزوم حول نقطه ج عشان اتخلص من رد الفعل بما انه مش طالبه. امال طالب ايه؟ ارجع اقرا لك اهو طالب ايه اهو. واذا علق كذا وعلق الناحيه الثانيه اوجد مقدار الوزن واو وبعد نقطه تاثيره عن الف. يعني اللعب كله في الواو والسين. الوزن واو ده اللي انا عايزه، اللي هحط عيني عليه وانا شغال، وبعد نقطة تأثير الوزن عن ألف. يعني عايز أعرف السين، ما أنا وانس إن عرفت السين هضيف عليها 10 يبقى عرفت مركز الثقل على مسافة كام من ألف. خلاص. يعني اللعب كله واو وسين. يعني الره دي مش داخلة خلاص بلاها ره. مع إن أنت حقك كطالب تجيب له مجموع العزوم حول أي نقطة. هقول لك لا، افرض جبت حول ألف وطلع لك مجهولين وبعدين قلت له ره واحد بيساوي 90، براحتك. بس دي لفة طويلة ملهاش لازمة بصراحة. المهم يا سيدي تاني، علقت من ألف ثقل 90 فأصبح القضيب على وشك الدوران حول ج على طول. إذا مجموع العزوم حول نقطة ج بيساوي صفر. فهمها وحافظها وكل حاجة. هما قوتين اللي فضلوا، لأنه الري واحد حول ج بالسلامة لأنها بتأثر في نقطة ج فعزمها حول ج بصفر. طب ال 90 بقى عزمها حول نقطة ج بيساوي إيه؟ العمود في القوة، موجب ولا سالب؟ بص صباعي أهو، أنا بشاور أهو، عمود في القوة موجب ولا سالب للمرة المليون أهي. عكس عقارب الساعة موجب، ومع عقارب الساعة عكس عقارب الساعة موجب. نمسح بقى الكلام الفاضي ده. ومع عقارب الساعة ايه سالب. تعالى لي بقى. عزم القوة 90 حول النقطة ج اللي اخترناها بذكاء، عمود في القوة موجب ولا سالب؟ لا سالب. 10 في 90 اهي ناقص 10 في 90. لسه الناحية التانية عزم الوزن، مركبة الوزن، خط عمل الوزن ده حول نقطة ج، عمود في القوة موجب ولا سالب؟ موجب. س واو بكام؟ بصفر. مين اللي قال لك انه بصفر؟ يا سيدي مجموع العزوم حول اي نقطة بصفر. ومنها استنتج ان س في واو، وادي الناحيه الثانيه بعكس الاشاره يساوي 10 في 90 ب 900. س واو بكام؟ ب 900. طب ما فيش رسمه ثانيه؟ في رسمه ثانيه لان في جزء ثاني في المساله. بيقول لك يا سيدي لو علقنا من الف ثقل 90 حصل اللي حصل، وبعد ما حصل اللي حصل قدامك اهو طلع س واو ب 900، ولا عرفت س بكام ولا واو بكام، وهو عارف انك مش هتطلع بالسين والواو فمديك حاجه ثانيه تساعدك. واذا ايه ده؟ هو مش كان في اذا من شويه؟ اذا علقنا من الف حصل اللي حصل. بص بقى، واذا علق من ب ثقل قدره 150 فان القضيب يصبح على وشك الدوران حول د. ايه ده؟ يعني مع بقاء الثقل؟ لا ما قالش مع بقاء الثقل الاول، يبقى خيارين احتمالين رسمتين. الرسمه الاولى علقنا من الف وحصل اللي حصل، الرسمه الثانيه هعلق من ب. تعال نشوف. تيجي نكسب وقت ونلغي دي على طول اهو. انا علقت من الف وشكرا استفدت. امال انا شفت حضرتك مسائل بعلق من ب وبسيب ال 90 اللي عند الف. هو اللي يقول واذا علق من ب ثقل قدره كذا مع بقاء الثقل الاول، مع بقاء الثقل المعلق عند الف. هنا ما قالش يبقى ما الفش، يبقى انا علقت اهو ثقل محترم بالمسطره. يا ترى الثقل المعلق يبقى كام؟ 150. هو اللي قال فاذا علق ثقل قدره كام؟ 150. ولغيت الاولاني لانه ما قالش صراحه مع بقاء الثقل. حصل ايه بقى؟ اذا علق من ب ثقل قدره 150 يصبح القضيب برضه على وشك الدوران بس حول ايه؟ حول د، من غير ما يقول، ما هو منطق. ففي الحاله دي رجعت ابص على رد الفعل اللي اسمه ر واحد ورد الفعل اللي اسمه ر اتنين على نظافه بقى، ما هي كانها رسمه ثانيه. وانا انصحك، انا شخصيا انصحك ترسم رسمه ايه؟ انا قلت اكسب وقت بما ان عندي بقى بمسح بالراحه بسهوله يعني ومسطرتي بسهوله. فالرسمه الاولى كان فيها 90 هنا، انت ترسم رسمه على نظافه بالمنظر ده، يبقى دي الرسمه الثانيه يا سيدي. المهم بما ان القضيب على وشك الدوران حول نقطه د. طب انا عايز حضرتك تقول لي بس بتتكتب ازاي اهي. بما ان القضيب على وشك الدوران حول نقطه د اذا مجموع العزوم حول د بصفر، علشان هو رد الفعل البعيد هيتلغي. رد الفعل البعيد هيتلغي ليه؟ لانه على وشك الدوران حول د، وساعتها اجيب العزوم حول نقطه د. فقول لي بقى لما يكون القضيب على وشك الدوران حول د، اقول له الكلمتين دول: بما ان القضيب على اهو، بما ان القضيب على وشك الدوران حول نقطه د اذا مجموع العزوم حول نقطه د بصفر. خلصت. نفذ بقى الخطه. فاضل لك كام قوه؟ ده بالسلامه وده عزمه حول د بصفر، ما فاضلش غير الواو وال 150. ابدا بالواو. عزم الواو حول نقطه د بيساوي العمود في القوه موجب ولا سالب؟ لا سالب. يلا يبقى ناقص واو في 40 ناقص س. خلاص بقت سهله بقى. وعزم ال 150 حول نفس النقطه د موجب ولا سالب؟ لا موجب. موجب كام في كام؟
10 في 150 بكام حضراتكم؟ بصفر. مجموع العزوم حوالين نقطه بصفر. كده شكرا، خلصت واخدت الدرجه بتاعت المساله. ناقص واو دخلت على الاولى ودخلت على الثانيه، يبقى كله ناقص 40 واو زائد واو س. الله، ما انت عامل حسابك، انت لو س جايبها. زائد 10 في 150 ب 1500، كل ده بصفر. الواو س قيمتها 900، يبقى ناقص 40 واو زائد 900 زائد 1500 بيساوي صفر، وادي ناقص الناحيه الثانيه. اذا 40 واو بيساوي 1500 زائد 900 ب 2400. صفر مع الصفر والاربعه اتفضل 60. اذا الوزن اللي كنا بندور عليه طلع ب 60 نيوتن او ثقل جرام بقى حسب المعطيات. لما الوزن طلع ب 60 خد ارميه في اي معادله زي المعادله الاولى اللي كان فيها س وواو، عوض الواو ب 60 يبقى س في، ده شغل الاطفال بقى، س في 60 بيساوي 900، الصفر راح مع الصفر، اذا الس بيساوي 90 على الستة يعني 45 على 3. ممكن تختصر يدي لك الس بتساوي 15 سم. جميل قوي. اذا نقطة تأثير الوزن أو مركز ثقل هذا القضيب يقع على مسافة قدرها 25 سم من قلب. ليه 25؟ مش حضرتك لسه مطلعه 15؟ لا، ده اللي طلع ب 15 ده المسافة بين نقطة تأثير الوزن أو مركز ثقل القضيب والحامل ج. إنما بعده عن ألف ال 15 وال 10 يبقوا 25. وأنا الحقيقة مع ان عندي افكار كتير في موضوع القوى المتوازيه وفي نفس الوقت عايز اخش في الاتزان العام والازدواج، انتوا عارفين ان احنا عايزين نخلص، لكن ما اقدرش ما اقولكش الفكره الجميله جدا اللي موجوده عندك في كتاب دليل التقويم ليها علاقه بالعزوم والقوى المتوازيه في نفس الوقت. وانا هكتب لك مساله واحلها لك لانها مساله من المسائل المهمه جدا اللي كتير جدا جدا من الطلبه للاسف ما بيتعرضولهاش. مساله بتقول اذا اثرت القوه، وهنركز فيها لانها مساله خطيره جدا. اذا اثرت اهي، هما كلمتين بس عايز نفهم حلها. القوتين قاف واحد اللي بتساوي 9 س ناقص 3 ص، دي القوة الأولى. والقوة قاف 2 المتجه بتاعها يساوي ناقص 6 س، مش موجودة في كتاب الوزارة إنما مسألة مهمة لأنها في دليل التقويم. والنوع ده من المسائل لما بيجي في الامتحان، إذا جه في الامتحان، بيعمل مشكلة جامدة يعني مع طلبة كتير. المهم قوة قاف واحد وقاف 2 دول بيأثروا في النقطتين 0 و6، النقطة الأولى، والنقطة الثانية 0 و8 على الترتيب. السؤال بقى الخطير الجديد قال لي اوجد نقطة تقاطع، جديد قوي الموضوع ده، خط عمل المحصلة، خط عمل المحصلة، محصلة قوتين اللي هنكتشف مع بعض دلوقتي اكتشاف خطير. هنكتشف، مش قادر امسك نفسي، هنكتشف ان القوتين دول مش قوتين عاديين، دول متوازيتين، وهقول لك ليه. اوجد نقطة تقاطع خط عمل المحصلة مع محصلة قوتين مع محور الصادات. وعلى طول علشان ما نضيعش وقت نخش في الموضوع. بيقول لي اثرت قوتين قاف واحد وقاف 2 في النقطتين كذا وكذا. القوة الأولى بتأثر في النقطة 0 و6 والثانية في 0 و8. عايز نقطة تقاطع خط عمل محصلة مع محور الصادات. مسألة في منتهى الأهمية والخطورة. بص بقى أنا هتعامل إزاي. نمرة واحد، أنا أحب شخصيا يعني، يا رب تبقوا أنتوا كمان كده، أحب أتعرف على شكل القوتين دول وموقعهم على محوري الإحداثيات. إيه ده؟ هو احنا فينا من كده؟ استنى بس، انا بقول لك انا احب كده. لو انت عندك سكه تانية طبعا اهلا وسهلا، بس تعال نشوف الكلام ده هيوصلني لايه. هيوصلني لان انا اقدر اتعامل في حل المساله دي اللي يقال انها غريبه في بعض الاحيان بطريقتين والاثنين صح وهيوصلوا لنفس الناتج. بس تعالى دلوقتي، انا عندي محوري الاحداثيات اهم، محور الصادات بالراحه كده ومحور السينات. طب انت من شويه انت عمال تقرا قعدت تقول لنا كلام، قلت لي القوتين دول متوازيين، مش تفهمني متوازيين ازاي؟ ما انا جاي لك اهو. دول محوري الاحداثيات، محور السينات ومحور الصادات، واحده واحده بقى من غير زعيق. ده محور السينات اهو، وده محور الصادات. والحق يقال الحقيقه يعني الراجل مش موضح لي اي حاجه ولا حتى قايل لي ان قاف واحد توازي قاف 2، بس احنا كلنا محترفين، انا متاكد وواثق وعارف. واللي عايز يرجع للفيديو اللي شرحنا فيه العزوم هيلاقي الكلام ده مشروح بالتفصيل، بس انا محتاج منه حته. المتجه أ يوازي المتجه اللي اسمه ب،
وإذا فقط كان المتجه أ يساوي ثابت في المتجه ب. يعني إيه بالبلدي؟ يعني على سبيل المثال المتجه 3 و4 يوازي المتجه 6 و8. ليه؟ عشان إيه؟ عشان أنت راجل محترف، أنت طالب محترف، وتقدر تقول له إنه المتجه الأولاني اللي هو 3 و4 أهو بيساوي نص في 6 و8. أكيد ما هي نص تخش على الأولى وتخش على الثانية تبقى 3 و4، أو العكس، أو 6 و8 بيساوي 2 ثابت أهو، 2 نص 3 ناقص 4، 2 في 3 و4. هضيف لك حتة، أنت ممكن من غير الهيصة دي بمجرد النظر لو عندك زوج مرتب وزوج مرتب تكتشف إن هما متوازيين. إزاي؟ المسقط الأول على المسقط الأول هتلاقيه بيساوي المسقط الثاني على المسقط الثاني. جرب كده، الأول على الأول اللي على اليمين يعني واليمين، أول على أول 3 على 6، طب الثاني على الثاني 4 على 8، ده بنص وده بنص. استنى بقى قبل ما ارجع المسألة الخطيرة، انت لما يكون عندك متجهين متوازيين في احد احتمالين، يا اما يكونوا متوازيين وفي نفس الاتجاه، يا اما متوازيين وعكس بعض. صحيح، استنى بس، لو كان المتجه الاول بيساوي ثابت موجب في المتجه الثاني يبقوا متوازيين وفي نفس الاتجاه. ايه لو الاول مش انا قلت عشان يكونوا متوازيين لازم الاول بيساوي ثابت في الثاني، الثابت ده رقم ربما يكون 2 او ناقص 2، 5 او ناقص 5، فلو كان الثابت ده ثابت موجب يبقى المتجهين متوازيين وفي نفس الاتجاه، انما لو كان الثابت ده ثابت سالب يبقوا متوازيين بس عكس بعض. نرجع بقى لمسألتنا الخطيرة. كان بيقول لي قوتين ق واحد زوج مرتب 9 وناقص 3. القوة الأولى ق واحد زوج مرتب 9 وناقص 3. ايه ده؟ الراجل ما قالش 9 وناقص 3، وحضرتك جبت الكلام ده منين؟ ازاي جبته منين بقى؟ ارجع تاني للفيديو اللي شرحنا فيه العزوم. الباب التاني تلاقيني شرحت لك بالتفصيل انه س ده اسمه متجه الوحده في اتجاه محور السينات وعباره عن زوج مرتب 1 و0 قصاد متجه الوحده في اتجاه محور الصادات زوج مرتب 0 و1. المهم، ويمكن التعبير عن المتجه بطريقتين، يا اما 9 س ناقص 3 ص، يا اما زوج مرتب 9 وناقص 3. يلا بقى نخش في موضوعنا الاساسي، القوى المستوى المتوازي. والقوه الثانيه بهذه المناسبه السعيده زوج مرتب ناقص 6 و2. السؤال، انا شاكك ان هم يكونوا متوازيين قبل ما اروح اشوف لك بقى الرسمه دي فايدتها ايه وهتفرق معانا في ايه. هم بالفعل متوازيين. انا بقول انا عايز بسرعه بس في نفس الوقت بالراحه. متوازيين ليه؟ الاول على الاول 9 على ناقص 6 يعني ناقص 3 على 2، والتاني على التاني ناقص 3 على 2، يبقى فعلا بما ان 9 على ناقص 6 بيساوي ناقص 3 على 2 اذا القوة الأولى توازي القوة الثانية. أنا عايز بقى حد فيكم يكون محترف، وأكيد كلكم محترفين أكتر مني بكتير، يقول لي هما متوازيين بس يا ترى في نفس الاتجاه ولا عكس بعض؟ طبعا عكس بعض. عارف ليه؟ ببساطة حتى من غير ما تقول له الثابت اللي مضروب في الأول ولا الثابت اللي مضروب في الثاني ده موجب ولا سالب، أنت ممكن بمجرد النظر، ممكن بمجرد أقول لك إزاي. الاحداثي الاولاني ده المسقط الاول موجب ولا سالب؟ موجب. طب المسقط الاول هناك موجب ولا سالب؟ سالب. مش زي بعض، يبقوا عكس بعض. ينفع اللي حضرتك بتقوله ده؟ ينفع طبعا، ما انا اللي بقوله اهو. يعني القوه الاولى بتساوي ثابت سالب في القوه الثانيه، بدليل انه التسعه دي مش هتتضرب في رقم موجب تديني ناقص 6، اكيد تتضرب في رقم ايه؟ سالب. دي نمره واحد. نمره اتنين، انا اكتشفت انا وانتم دلوقتي ان القوتين دول بيوازوا بعض بس عكس بعض في الاتجاه، متوازيتان وفي اتجاهين متضادين. القوه الاولى يا سيدي بتاثر في نقطه 0 و6، جميل. القوه الثانيه بتاثر في نقطه 0 و8، حلو. تعالى كده نتخيل مع بعض انا وانتم ان في نقطه 0 و6 اهي، ونقطه 0 و8 فوق. في ورقه الرسم البياني طبعا عندك انت اوضح مني. المهم، وتعالى ناخد مسطرتنا ونحسبها. المفروض عند النقطة دي في قوة وعند النقطة دي في قوة بتوازيها وهما الاثنين عكس بعض. طب السؤال، يا ترى عند النقطة 0 و6 تبقى القوة كده والتانية كده ولا العكس ولا ايه؟ هقول لك بقى حتة للمحترفين فقط للمحترفين اللي هو انتوا يعني. هي القوة دي كام؟ 9 س ناقص 3 ص. وتعالى كده 9 س اهي ناقص 3 ص. 9 س ناقص 3 ص. عارف دي يبقى مكانها فين؟ اقول لك، انت حضرتك كانه في قوه واتحللت في اتجاه محور السينات طلع موجب 9، وفي اتجاه محور الصادات طلع ناقص 3. بص بقى، انا بتخيل في مخي اهو، هنا موجب 9 وهنا ناقص 3، يبقى القوه دي مكانها فين؟ مكانها هنا.
ضروري؟ اه ضروري. يعني لو بتأثر في نقطة معينة ولتكن نقطة 0 و6 يبقى مطرحها هنا كأنها تقع في الربع الرابع. ايوه ارجع كده للرسمة اهي، مكانها فين اللي بتأثر في نقطة 0 و6؟ السين بتاعتها موجب والصاد سالب، مكانها بالمسطرة في الاتجاه ده. ايه ده؟ وحضرتك اكتشفت الاكتشاف ده منين؟ انا برضو اللي اكتشفته، ما انت اكتشفت معايا اهو. والتانية بنفس المسطرة عكسها في الاتجاه، صحيح بتوازيها بس عكس الاتجاه، يعني هنا. ايه ده؟ بس ما حدش يعرف الكلام ده. لا انت عارف وغيرك كتير عارفين. استنى بس انا بحب احلها من غير رسم. بحلها يا سيدي من غير رسم، اهلا وسهلا، تبقى شاطر. انما انا هحلها بحلين دلوقتي، مش عشان المسألة، عشان انت تعرف الحل الاول ده هيفيدك في حاجات تانية كتير، والتاني برضه هيفيدك في حاجات تانية غير المسألة دي. انا قربت اخلص بس ركز في الجزء الخطير اللي جاي. النقطة الأولى حضراتكم، ونصغر الفونت كده ونرجع للقلم الأحمر. النقطة دي إحداثياتها 0 و6، والنقطة اللي فوق إحداثياتها 0 و8، والقوة الأولى اللي اسمها ق1 مديها لي 9 وناقص 3، والقوة الثانية اللي اسمها ق2 مديها لي ناقص 6 و2. ده إنجاز اللي إحنا عملناه، ده يعتبر إنجاز. اللي جاي بقى، حضرتك عرفت منين إن هما متوازيين؟ لا، الاولى بتاثر في 0 و6 والثانيه في 0 و8. عرفت مين ان هما في اتجاهين متضادين؟ برضو مش هرد عليه، مش لسه قايل دي موجب لكن دي سالب، واللي جنبها سالب دي موجب. انما السؤال الخطير اللي احنا لسه ما حليناهوش للاسف، عايز نقطه تقاطع خط عمل المحصله مع محور الصادات. طب لما يكونوا قوتين متوازيين بالمنظر ده مش تبقى المحصله بتوازيهم؟ وبما انهم في اتجاهين متضادين تبقى المحصله بره ناحيه الكبيره وفي اتجاه الكبيره. طبعا. انت مستغرب ليه؟ هي دي تبع تبع طبعا. محصله بره ناحيه الكبيره وفي اتجاه الكبيره. طب وانا ما اعرفش مين الكبير؟ لا اعرف. انت تعرف. ازاي؟ اقول لك ازاي. الاولى دي 9 وناقص 3، يعني معيارها الجذر التربيعي. طب ما نجيبه، احنا نتكلم شفوي ليه؟ معيار القوه الاولى بيساوي، عشان اعرف مين الكبيره فاقدر احدد المحصله اتجاهها فين. ايوه، فالمعيار بتاع القوة الأولى هو الجذر التربيعي لمربع المسقط الأول، يعني 81 زائد مربع المسقط الثاني، يعني كله على بعض جذر 81 زائد 9 اللي هو جذر 90. بينما معيار القوة ق2 بيساوي الجذر التربيعي ل 36 زائد 4، مربع الستة ومربع الأربعة، يطلع كله بيساوي جذر 40. مين الكبيرة؟ جذر 90 اللي هي ايه؟ اللي هي ق1. تبقى المحصلة ناحية الكبيرة يعني ناحية ق1 وفي اتجاه القوة الكبرى. تعال، طب بتأثر في نقطة كام؟ لا دي بقى اللي انا معرفهاش. افرض انها بتأثر في نقطة 0 وكذا، بس هذه المحصلة اهي بتوازي كلا القوتين. ونرجع بقى نخش في الجد. ادي احنا جبنا القلم بتاعنا تاني، وبتأثر في نقطة 0 وصاد. ما انا معرفش بقى الصاد دي كام، بس هجيبها لك حالا. 0 و1 0 و2. طب افرض الصاد طلعت ناقص 3، يبقى هي تحت 0 وناقص 3. المهم المحصلة يا سيدي هي الفرق بين ق1 وق2 تؤثر في نقطة صاد. الفرق بينهم بقى لو انت عايز تجيب المعيار يبقى جذر 90 ناقص جذر 40. بس انا هقول لك على حتة طريقة محترمة جدا. بص بقى، مش مجموع عزوم هذه القوة حول اي نقطة بيساوي عزم المحصلة حول نفس النقطة؟ مجموع عزوم هذه القوة حول اي نقطة بيساوي عزم المحصلة حول نفس النقطة. طب افرض انت محترف وهتمشيها متجهات زي كده، هتمشيها متجهات. اذا بمجرد النظر انا خلصت الحل. ازاي؟ هقول له المحصلة هي مجموع القوتين ق1 وق2 بما انهم متحللين في اتجاهين متعامدين س وص. ايه القوة الأولى 9 س ناقص 3 ص، والثانية ناقص 6 س زائد 2 ص. تبقى المحصلة بتاعتهم مجموع السينات ومجموع الصادات. يعني ايه؟ يعني زي ما انت شايف 9 ناقص 6 بكام؟ ب3. ما هي متحللة بقى س وصاد، مش معيار ومعيار، لا ده حل آخر لما أخلص ده. طب والصاد والصاد ناقص 3 وجنبها 2 يبقوا ناقص 1. استناني بقى، يعني المحصلة اللي اسمها ح دي طلعت زوج مرتب 3 وناقص 1. ايوه، جبته منين؟ جبته منين يعني ايه؟ هي 9 ناقص 6 ب3 و2 ناقص 3 بناقص 1. قول لي بقى، بما ان مجموع عزوم القوة حول اي نقطة، قوتين هم متوازيين، بيساوي عزم المحصلة حول نفس النقطة، وانا هلعب بالنقطة السريعة في الشغل، نقطة الاصل واو 0 و0. عزم القوة ق1 حول واو زائد عزم القوة ق2 حول واو بيساوي عزم المحصلة حول واو. جبت الصاد، خلصت المسألة. حضرتك متأكد؟ متأكد. وبعد ما اخلصها هطلعها لك احلها حل آخر. طب تعالى، انا صعبان عليا اقلب الورقة دي واخش في ورقة من الاول، ولذلك انا همسح الحتة دي واشتغل فوق اهو.
عزم القوة الأولى حول نقطة الأصل زائد عزم القوة الثانية حول نقطة الأصل بيساوي عزم المحصلة برضو حول نقطة الأصل. وتعالى لي بقى كده لو سمحت نخلص الجزئية الخطيرة دي واحدة واحدة. طب يعني ايه عزم القوة الأولى؟ ما أنا برضه مش فاكر، حضرتك ما تفكرني كده، أفكرك قوي بسرعة أهو. القوة دي اسمها ق وتساوي زوج مرتب. هذه القوة اللي بتساوي زوج مرتب بتؤثر في نقطة، فهفترض معاك كده إن القوة اهي اسمها ق وتؤثر في نقطة 3 و2، وعايز أجيب عزمها حول نقطة ولتكن 6 و4. بنجيب العزم إزاي وبسرعة؟ ر ضرب اتجاه ق، يعني عزم القوة ق حول النقطة أ، حيث نقطة ق دي، حيث قوة ق دي تؤثر في نقطة اسمها ب، عزمها حول نقطة أ المتجه بتاع العزم يساوي ر ضرب اتجاه ق. وافتكر اني مش بس عايز احل المسألة دي، انا عايز استنتج منها حاجات تنفع في مسائل اخرى على غرار نفس المسألة. ر اللي هي ايه؟ اللي هي أ ب ضرب اتجاه ق، فهيديني القاف زوج مرتب وليكن 1 و5 مثلا، فاقول له ساعتها ان أ ب يعني ب ناقص أ، ب ناقص أ، 3 ناقص 6 يعني ناقص 3، و2 ناقص 4 بناقص 2، ضرب اتجاه ق 1 و5، وكلكم عارفين بقى اللي بره في اللي بره ناقص اللي جوه في اللي جوه، يطلع ناقص 3 في 5 بناقص 15، ناقص 2 اللي هي زائد 2، كل ده في ايه؟ في المتجه عين العمودي على س وص. نرجع بقى لمسألتنا اللي خلصت. حضرتك قلت مجموع العزوم حول نقطة الأصل بيساوي عزم المحصلة حول نقطة الأصل. يلا عزم القوة الأولى حول نقطة الأصل، سمي النقطة دي أ والنقطة دي ب، والنقطة اللي بتأثر فيها المحصلة نقطة ج. فبالتالي عزم ق 1 حول نقطة الأصل بيساوي ر في ق، ر ضرب اتجاه ق، يعني ر اللي هي واو أ، يبقى واو أ ضرب اتجاه ق 1 زائد عزم القوة ق 2 حول نفس النقطة. واشمعنى واو؟ أنا مش فاهم بصراحة، اشمعنى حضرتك اخترت واو؟ عشان سهلة في التعويضات، واو 0 و0. طيب زائد عزم القوة الثانية حول نقطة الأصل، يعني واو ب، أي واو ب ضرب اتجاه ق، واو ب اللي اسمه ر يعني ضرب اتجاه ق اللي هي ق 2. كل الحاجات دي موجودة؟ موجودة ما تقلقش. يبقى مجموع عزوم القوتين حول نقطة الأصل بيساوي إيه؟ بيساوي عزم المحصلة حول نفس النقطة. عزم المحصلة حول نفس النقطة نقطة الأصل، يعني واو ج، ر بتاعتها المرة دي واو ج، يعني واو ج ضرب اتجاه المحصلة. شكرا. تعال بقى نشوف المفاجأة السعيدة ونطلع المطلوب. إحداثيات نقطة تقاطع المحصلة مع محور الصادات. أبقى خلصت بس فهمت حاجات كتير. واو أ يعني أ ناقص واو، لسه بفكرك بيها من شوية. واو أ يعني أ ناقص واو. قول لي بقى الألف دي موجودة ولا مش موجودة؟ ما بيقول لك القوة تؤثر في نقطة 0 و6، قوة ق 1 في 0 و6 أهي مرسومة أهي. إذا واو أ يعني أ ناقص واو اللي هي 0 و6، نكتب 0 و6 ضرب اتجاه القوة الأولى. القوة الأولى زوج مرتب كام وكام؟ 9 وناقص 3. شكرا. زائد اللي جنبها واو ب، واو ب اللي ايه؟ ب ناقص واو، والب موجودة 0 و8 أو 0 و8 ضرب اتجاه القوة ق 2 مديها لنا ناقص 6 و2. اشتغلت متجهات وهو ده الجديد. ينفع ما اشتغلش؟ ينفع قوي. ما اخلص بس بيساوي واو ج. انا ما اعرفش بقى الواو ج لانها ج ناقص واو والجيم مش موجوده، بس انا فارضها 0 وايه صاد، اكتبها 0 وصاد عشان نحصل منها على الصاد، يبقى خدنا الدرجه وحلينا المساله. ضرب محصله موجوده؟ ما كانتش موجوده بس انا جبتها انا وانتم، جماعه السين وجماعه الصاد، طلعت زوج مرتب 3 وناقص 1. الله جميل. خلصت؟ خلصت. واصغر كده الفونت لاني مش حابب اغير الورقه دي. اللي بره في اللي بره ناقص اللي جوه في اللي جوه، شرحه اللي بره في اللي بره ناقص اللي جوه في اللي جوه. وهنا برضو اللي بره في اللي بره علشان نخلص كلها مره واحده. صفر في كذا بصفر، ناقص 6 في 9 يبقوا ناقص 54 عين. خلاص ناقص 54 عين. اللي جنبها اللي بره في اللي بره بالسلامه، ناقص 6 في 8 يعني زائد 6 في 8 ب 48 عين. حلو، يبقى ناقص 54 زائد 48. الناحيه الثانيه بيساوي ايه؟ اللي بره في اللي بره ناقص اللي جوه في اللي جوه. صفر في ناقص 1 بصفر، ناقص 3 صاد. الله عين برضو ما تنساهاش. حلو ولا خلصت؟ ناقص 54 زائد 48 بناقص 6. اذا الطرف الايمن ناقص 6 والايسر ناقص 3 صاد. ناقص 6 بيساوي ناقص 3 صاد، ناقص 3 راحت مع الناقص 6، اذا الصاد ب2، اي ان نقطة تقاطع خط عمل المحصلة مع محور الصادات هي النقطة 0 و2. فعلا في الموقع اللي انا اخترته كان ممكن تطلع 0 وناقص 1 تبقى تحت شوية، 0 و3 تبقى فوق شوية، لكن انا متأكد انها بره ناحية الكبيرة وفي اتجاه، وقد كان طلعت بره ناحية ق 1. ما انا قلت لك ق 1 هي الكبيرة، مش جبنا معيارها طلع جذر 90 والثانية طلع جذر 40. حل اخر اخطر من ده، الاثنين اخطر من بعض، والمسألة دي مش في كتاب الوزارة لكن في زيها في دليل التقويم.
تعالى. اذا نقطه تقاطع خط عمل محصله مع محور الصادات هي النقطه اللي احداثياتها 0 و2. وانا كده اشتغلت بالمتجهات ومتاكد انك هتعيد الجزء ده في الفيديو 3 4 مرات، لكن بعد ما تعيده 3 4 مرات ترجع لي تاني عشان احلها حل اخر. اللي هو ايه بقى الحل الاخر؟ الرسمه ما زالت مرسومه اهي، ومش هشتغل المره دي بالمتجهات. طب ليه؟ ما احنا حليناها والحمد لله. ما هو الحمد لله، بس انا بكتسب مهارات مش بس عشان المساله دي، لا عشان مسائل اخرى. واديني مسحت لك الكلام ده واحتفظت بس بانه معيار القوه الاولى بجذر 90 ومعيار القوه الثانيه، لاني ناوي دلوقتي اشتغل بطريقه مختلفه بدون اللجوء للمتجهات. امال هتلجأ لايه؟ معيار القوة الأولى في البعد بينها وبين المحصلة بيساوي القوة الثانية في البعد بينها وبين المحصلة. إيه ده؟ هو الكلام ده تبعنا اللي أنت قلته في بداية الفيديو؟ في بداية ونهاية الفيديو. الأولى في البعد بينها وبين المحصلة بيساوي القوة الثانية في البعد بينها وبين المحصلة. تعالى كده واحدة واحدة بقى، أنا لغيت لك أي حاجة ليها علاقة بالمتجهات وفتحنا صفحة جديدة على نظافة، وتعالى نشوف. القوة الأولى بعد ما جبناها طلعت، ونصغر بقى الفونت كده شوية ونكتب القوة الأولى طلعت جذر 90، ونصغر كمان يطلع جذر 90 ده لما نحلله نلاقيه 3 جذر 10، والجذر 40 لما تحلله تلاقيه 2 جذر 10، والمحصلة اللي أنت جبتها دي طلعت 3 وناقص 1. قول لي بقى، وبالمناسبة المحصلة اللي هي 3 وناقص 1 دي لها معيار تقدر تجيبه، بس أنا هشتغل معاك دلوقتي واحدة واحدة. القوة الأولى في البعد بينها وبين المحصلة تساوي القوة الثانية في البعد بينها وبين المحصلة. طب تعالى، الرسمة مرسومة اهي. القوة الأولى في البعد ده، الله. يسألني طالب بقى، يعني معلش وارد يقول لي حضرتك أصلا ما تعرفش البعد ده ومش هتعرف تجيبه. لا، قول لي ما اعرفوش أقول لك أوكي، لكن ما اعرفش أجيبه لا، أنا أعرف أجيبه وأنت كمان. إزاي؟ البعد بين القوة ق واحد وخط عامل محصلة هو المسافة بين الصاد والستة، اللي هي 6 ناقص صاد. نعم 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 نعم. إيه؟ تعالى وأنا أقول لك. هو حضرتك لما تجيب المسافة بين هنا وهنا مثلا، يعني دي مثلا احداثياتها 0 و3 والثانيه احداثياتها 0 و10 مثلا، المسافه بينهم تطلع كام؟ 7. ليه 7؟ عشان 10 ناقص 3. لا مش فاهم الجزئيه دي، ممكن توضح لي اكتر؟ قوي قوي اوضح لك اكتر. وتعالى كده وبسرعه برضه اهو، ده محور الصادات وده محور السينات ببساطه. وحضرتك طلعت هنا 2 هنا 7، عايز المسافه بين الاثنين وال7 بتعمل ايه؟ تقول لي 5. ما انا عارف انها 5، بس جت منين ال5؟ 7 ناقص 2. المسافة من 0 ل7 يعني 7، ومن 0 ل2 يعني 2، يبقى اللي بينهم 7 ناقص 2. الله. طب افرض ده بقى اسمه أ وده اسمه ب، يبقى المسافة بين أ وب بكام؟ بأ ناقص ب. فعلا طبعا فعلا. آخر مرة أنا دلوقتي مزنوق في حاجة صغيرة، أبقى خلصت حل آخر لنفس المسألة اللي شكلها غريب. المسافة بين الصاد، ما أنا معرفش الصاد، اوعى تقول لي انت طلعت لنا ب2، ده حل انتهينا منه، انا فتحت صفحه جديده، انا ما اعرفش الصاد ويا رب تطلع ب2. فالمسافه بين الصاد والسته هي 6 ناقص صاد، وبالمثل المسافه بين الصاد والثمانيه بكام؟ ب8 ناقص صاد بقى. خلاص حلو قوي. وحضرتك بقالك ساعتين عمال تقول ايه؟ القوه الاولى في البعد بينها وبين المحصله بيساوي القوه الثانيه في البعد بينها وبين المحصله طالما القوه متوازيه. حلو. القوة الأولى معيارها 3 جذر 10 أهو، 3 جذر 10 في البعد بينها وبين المحصلة اللي احنا اتفقنا عليه 6 ناقص صاد. جميل والله. يبقى 3 جذر 10 في 6 ناقص صاد بيساوي القوة الثانية برضه في البعد بينها وبين المحصلة. طب القوة الثانية دي بكام؟ قاف 2 بكام؟ كانت طالعة ب 2 جذر 10 في برضه البعد بينها وبين المحصلة اللي هو كام؟ 8 ناقص صاد. شكرا. مش محتاج اجيب معايير المحصله، هو ما طلبش معايير المحصله. لا امال لما هو ما طلبش انت جبتها ليه 3 نفعتني في الحل الاولاني اللي انت هتتفرج عليه 4 مرات لما نخلص، هتتفرج وتعيده 4 5 مرات. نفعتني لما قلت له الطريقه بتاعت المتجهات. مجموع العزوم حول نقطه الاصل، نقطه اخترتها بيساوي عزم المحصله حول نقطه الاصل. محتاج اعرف المحصله كزوج مرتب، هنا مش محتاج، ولو عايز اجيبها اجيبها لك، بس اعمل بيها ايه؟ معيار المحصله. لو عايز تشوفها يعني جذر التربيع ل9 زائد 1 يعني جذر 10، تعمل بيها ايه؟ المهم القوة الأولى في البعد بينها وبين المحصلة بيساوي القوة الثانية في البعد بينها وبين المحصلة. الجذر 10 بالسلامة مع جذر 10 زيها، فضل 3 والناحية الثانية 2. ممكن تضرب 3 في الأولى و3 في الثانية، نفس الكلام 2 في الأولى و2 في الثانية، على اعتبار إنه في قوس اسمه 8 ناقص صاد زي القوس 6 ناقص صاد. ونرجع بقى نفنش دي.
3 في 6 ب 18 ناقص 3 ص بيساوي الناحيه الثانيه 2 في 8 ب 16 ناقص 2 ص. جمع الحاجات مع بعضها، الثلاثه راحت بعكس اشارتها بقت 3 ص ناقص 2 ص بصدايا، وال16 راحت جنب ال 18. 18 ناقص 16 بكام؟ ب 2. ب 2 ب 2. واحنا لما هتعيد الفيديو هتكتشف ان احنا حليناها حل محترفين 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 بطريقه المتجهات، وحصلنا على نقطه تقاطع خط عمل المحصله مع محور الصادات، وكانت النقطه 0 و2، وحليناها حل اخر بدون متجهات عن طريق القوه الاولى في البعد بينها وبين المحصله بيساوي الثانيه برضو في البعد بينها وبين المحصله، واتضح انه هذه النقطه نقطه تقاطع خط عمل المحصله مع محور الصادات هي نقطه 0 و2. تعبنا بس لسه مشوارنا طويل ما انتهاش. هنرجع نكمل الاول مسائل على الاتزان العام، الباب الجديد اللي نزل السنه دي هو الاحتكاك، الباب الرابع، ويليه الباب الخامس والاخير يبقى خلصنا الاستاتيكا بالاتزان العام والازدواجات. لاني عامل حسابي اكيد هرجع تاني لموضوع القوى المتوازيه، نحل مسائل وافكار تانية كتير عليه بعد ما نخلص الاستاتيكا ان شاء الله، بالتوازي مع شغلنا الجديد اللي هنبدا فيه في الديناميكا باذن الله.